فتره من 10 15 سنه كانت بطوله الجمهوريه يبقى مركز اول عندنا في البلياردو 500 جنيه. كانت 1000 جنيه. انا كانت في مره فترة خدت 700 جنيه. هي كانت 500 ورفعوها ل 1000. فانا كنت في البيت بحوش بقى الحاجات دي في البيت لغايه ما الاقي الظرف يعني بقى فيه كبر 15 شوية. 20 الف جنيه، فراح اوديهم البنك. فالظرف بالصدفه هو بتاع الاتحاد ومكتوب عليه مركز اول 1000 جنيه. فالراجل اللي بيحط قال لي ايه ده ايه ده اتحاد البلياردو. قال لي مركز اول ايه ده بطوله الجمهوريه. بص كده شاف ال1000 مكتوبه بالعربي. قال لي ايه ده مركز اول 10000 بس. هو طبعا ايه قلت له معلش الاتحاد بتاعنا فقير شويه يعني هو اصلا مستقل ال10 وانا بناخد 1000. اهلا بيكم في حلقه جديده من كتف قانوني. النهارده معانا ضيف مهم جدا، انا شخصيا كنت شاهد على مسيرته ونجاحه. اسطوره البلياردو في مصر والوطن العربي، سامح سيدو. سامح ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ حلو كله حلو ماشي. يعني انا مبسوط قوي ان انت جيت النهارده. طبعا يعني هو ممكن الناس ما تعرفش العلاقه اللي بيننا وبين بعض. انا يمكن اعرفك من اكتر من 20 سنه، ده من ايام ما كنا بنلعب في ايام النادي ليدرز، بتاع من جولف ايام بالظبط. ليدرز. يعني قبل ما انا حتى العب بتلعب بجد بطولات. كنت بلعب كده عندك، وكنت بشوفك انت بقى. يعني الفتره دي لو تفتكر كنت بتيجي على طول. كنا لسه عندنا بعد مثلا المدرسه يعني 16 سنه ولا كنت باجي 15. بعد كنت انت بتيجي على طول بقى في الترابيزه اللي بره دي فرنساوي. وبتقعد تلعب، وكان بيجي لك لعيبه تلعب، احنا بنلعب جنبك بقى نتفرج، وانت كنت بتقعد تتمرن وكده. وبعدين بقى يعني عملت اللي انت، يعني كل مرحله انت عديت بيها انا كنت ببقى شايفها. فطبعا يعني انت عموما بالنسبه لنا كلنا في مجتمع البلياردو، يعني انت عارف ان انت ما بيختلفش عليك اتنين الحمد لله. في حاجات كتيره طبعا، غير الانجازات الجميله اللي انت عملتها. بس انت واجهه مشرفه جدا لمصر ولمجتمع البلياردو كله يعني. فانا مبسوط قوي ان انت جيت معانا النهارده عشان نتكلم بقى براحتنا، لانه احنا طبعا يعني اتكلمنا مع بعض كتير وقعدنا مع بعض كتير، بس الكلام اللي هنتكلم فيه النهارده ممكن يبقى اول مره نتكلم فيه. يعني ان شاء الله تبقى حلقه مفيده للناس يعني. يا ريت نقدر نفيد الناس، وانا مبسوط طبعا ان انا معاك النهارده ونعمل حلقه ان شاء الله تطلع حلوه يعني. ان شاء الله. طيب مبدئيا بقى عايزين في الاول كده خالص، يعني الفتره اللي احنا ابتدينا، اللي انت ابتديت فيها عموما وكنت بتلعب فرنساوي، كانت يعني احنا بنتكلم في اوائل الالفينات مثلا، وقبل كده كمان اواخر التسعينات اوائل الالفينات. ايه اللي خلاك تلعب اللعبه دي؟ يعني مفيش اطفال كتيره بيروحوا يلعبوا اللعبه دي. يعني ايه اللي خلاك تبتدي في اللعبه دي بص وابتديت ازاي؟ احكي لنا كده البدايه هحكي لك البدايه. الملابسات يعني. بدايه اصلا بابايا طبعا بيلعب بلياردو، هو كامل سيدوم مدرب كابتن واول كامل حكم طبعا، واول حكم دولي للسنوكر ولعب فرنساوي، وصل كان من التوب 10 في مصر وثالث جمهوريه في السنوكر سيزون كامل، فوصل لليفل حلو في اللعبتين. فطبعا زي اي طفل شايف بابا رايح النادي وجاي من النادي، كان ساعتها في نادي الشمس لسه ما كانش فاتح الصاله بتاعت ارض الجولف. فطبعا عايز تزن عليه، عايز اجي معاك عايز اجي معاك، فياخدك مره مرتين، لا مره مرتين، وقف لك صندوق بيبسي وتلعب عليه ومش عارف ايه بتلعب سنوكر بقى ولا الموجود اي يعني حاجه؟ بول سنوكر طبعا. في الاول ما كانش فرنساوي يعني، خدني كده في وقت علمني ازاي العب بونت ليبر ومش عارف ايه بس انت بقى كان لعيب سنوكر؟ كان لعيب سنوكر ده بعد ما اتجوز. قبل ما يتجوز كان لعيب فرنساوي بس. فعلا انا عارف ان هو كان لعيب سنوكر جامد يعني. بطل فتره قبل ما يتجوز او لما اتجوز مامتي يعني، وبعدين بعدها بسنتين ثلاثه رجع لعب سنوكر. اوكي. دخل بطوله دبل باين هو وشريف سامي، كان هو بيسيف وشريف سامي يوقع حاجه زي كده، وابتدى وشبط في السنوكر وكمل يعني. كمل بقى مع شريف سامي بقى الفتره بتاعت نادي الشمس دي بالظبط. يعني كان اواخر التسعينات كلها طلعت يعني في اجيال طلعت في الفتره فاضل وشريف ابو سنه كان كمان موجود، ومحمد شريف كل اللعيبه بتاعت نادي الشمس دي كانت جيل عتاوله تقال يعني. طبعا. بس فانا بروح معاه، وبعدين في نص التسعينات كده فتح صاله البلياردو بتاعت ليدرز دي، وكان فيها لمده 3 سنين او سنتين مفيش ترابيزه فرنساوي، بول 3-4 وسنوكر 3-4، يمكن 3 سنوكر و4. ما حضرتش انا الفتره دي. انا اول ما دخلت ليدرز كان فيها ترابيزه فرنساوي، ترابيزه جابرييل. بعدها بسنتين بالظبط، بعدها بسنتين ثلاثه جابوا الجابرييل. فهو بقى الشله بتاعته اللي بتلعب اصلا سنوكر معاه جوه بيجوا الساعه 4 5 للساعه 7 8 يلعبوا بقى فرنساوي، وهزار وضحك، وانا كنت ببقى مبسوط قوي وانا قاعد اتفرج عليهم. هم يخشوا يلعبوا سنوكر جوه وانا ابتدي بقى العب.
لوحدك. اي حد فيهم بيفضل معاه اللي مش هيلعب سنوكر بيقعد يلعب معاه. طبعا هي اللعبه دي لما بتقرب لها بتنسجم، لكن هي من بعيد لبعيد كده ما تروحلهاش لوحدك. طبعا لازم يبقى في جروب. بس عارف الفكره في ايه؟ انا برضو عشان بلعب يعني لعبت بلياردو وكده، عارف انت برضو الفتره بتاعت الطفوله دي بتبقى عايز توقع بليه في البوكت يعني. عارف انت اللي هو انا لغايه النهارده بشوف ترابيزه سنوكر اكون بلعب. يعني عارف في كده سحر او في اتراكشن لفكره ان انت توقع البليه في البوكت. فان انت في السن البدري ده تلعب لعبه ما فيهاش بوكتس خالص، ولعبه محتاجه تفكير ومحتاجه يعني لعبه صعبه مش لعبه معقده طبعا. واغلب الناس اللي بتلعبها بسن كبير شويه، فان انت تبتدي من سن بدري ده برضو حاجه يعني كانت مختلفه في الفتره دي. هي هو الصدفه بس ان الشله بتاعت صحابه بقى اللي كانوا بيلعبوا دول في الفتره دي دمهم خفيف جدا، وبيلعبوا بقى العاب بقى مش عارف ايه والعاب مختلفه، ومش بس جيمات بس ودبل ومش يلعبوا دبل ضد بعض ومش كان عارف. في شله كده انا عارفها طبعا. الشله اللي كانت بتلعب في الاوضه اللي جوه دي دول قعدوا سنين بتاع 20 سنه يعني ولا 15 سنه. بس فالموضوع كان دمه خفيف، فانا بالنسبه لي بقيت ابقى مبسوط وانا قاعد اتفرج عليهم وبضحك وبتاع ويهزروا ويغلسوا على بعض ومش عارف ايه زي لعيبه البلياردو في كل حته يعني. فكل ده حصل على ترابيزه فرنساوي، فحصل الكونكشن ده. بعديها بقى انت على طول ابتديت بقى ايه تاخد بطولات جمهوريه للناشئين. مظبوط. وابتديت حصلت لك طفره جامده جدا. وانا فاكر الفتره دي كان بيجي لك لعيبه بقى من اللعيبه الكبار طبعا يجوا يلعبوا معاك على الترابيزه دي. مظبوط. فاكيد برضو المرحله دي كانت مرحله مهمه بالنسبه لك يعني ان انت في سن بدري قوي كان عندك فرصه ان انت تلعب مع اسماء كبيره يعني. هو انا حظي حلو في الحته دي ان انا بابايا الناس دي كلها اصحابه. ايوه يعني سواء ابطال الجمهوريه بتوع السنوكر ولا بتوع الفرنساوي هو يعرف دول ويعرف دول، لان هم الجيلين قريبين من بعض، وهو لعب ده فتره ولعب ده فتره فعارف الناس كلها. وكان ساعتها في الشركات، وهو كان مدير فني او حاجه كده بتاع فرقه مصر الطيران. دي كانت اجمد فرقه، كان فيها معظم اللعيبه اللي جامده. انا فاكر جت مصر الطيران عملت فرقه كده وقاموا خدوا اللعيبه كلهم مره واحده. فتره قعدوا كده بتاع 5-6 سنين بياخدوا. الشركات كانت حاجه مهمه قوي بالنسبه للبلياردو. صح. وفرنساوي وسنوكر الاثنين، فكلهم صحابه. فابني بيلعب، طب تعالى مثلا ما يجيب لي هشام سعد، ده اسطوره يعني من اساطير اللعبه في الفرنساوي. ماجد الياس، حتى محسن فوده كمان كان بيجي لي يلعب معايا. هشام العربي كان بيجي لي يلعب معايا. فكان في لعيبه كتير قوي من الناس الاسامي تقيله في اللعبه، واتعلمت منهم. يعني انا وصلت بطل جمهوريه ناشئين قالوا لي بابايا بس يعني، بس كده معلومات كده اللي هي الحب دي اللي هي من غير ما تتمرن بقى تمرين منظم يعني. بس ما فيش حاجه منظمه يعني. ووصلت بعد كده ثالث عالم ناشئين من غير مدرب خالص يعني. كان اصحاب بابا يعني هشام سعد يقول لي معلومه، ماجد الياس يقول لي معلومه، محسن فوده يقول معلومه، مش عارف. بلم المعلومات انا بقى احطها في دماغي الفتره دي برضو كان فكره التدريب عموما ما كانش فيه يعني. كان كل واحد هو كده انت بتقف مع ده شويه، بتقف مع ده شويه، ده يقول لك كلمه. وبرضه زمان كان ما اعرفش انت حضرت الفتره دي ولا لا، بس انا فاكر في بداياتي انا يعني كانت المعلومه عزيزه شويه. ما كانش يقول لك، مش اي حد يقول لا. يعني كان في جيل كده يقول لك لا انا ما بقولوش، انا يبقى احسن مني. احسن مني لا بالك في حاجات ممكن تكون ما قالتليش يعني. انا يمكن اكون انا بلقط الحاجات دي بشوفها فافهمها. صح طبعا. فما ممكن اكون انا فيها اغلبنا نتعلم بالطريقه دي. انت بتلعب مع حد فتلقطها من النظر، من تشوفها بتسمع في ضربات تسمعها بس تعرف ضربت ازاي. ايوه بتتعلم. صح. انت كنت بتلعب مع حد احسن منك بتشوفه بيلعب ازاي ودول طبعا زي ما بقول لك دول اسامي تقيله جدا، اسامي كبيره طبعا. ففكره انها الناس دي بتيجي تلعب معايا. وكان في كمان معاهم الله يرحمه محمود حلمي، ما كانش من اللعيبه القويه قوي، بس كان حد بيقرا كتير جدا في الكتب بتاعه البلياردو، فعنده معلومات. فبرضه واحد علمني من الناس اللي انا فعلا استفدت منهم لغايه النهارده. فاكر يعني زمان بقى كتب البلياردو دي، انا حضرت كتب البلياردو دي. كان يعني بيبقى في كتب، ما كانش في فيديوهات، ما كانش في حاجه بس. انا فاكر يعني زمان لما كنا يجيب شريط عليه استيكه عاملها ستيفن هندري مثلا، انا اتربيت على شريط نتفرج عليها كلها. هندري وديفيس بيلعبوا ماتش ده شريط بعيده بقى كل يوم ماتش مش عارف 12 فريم. دلوقتي انا بقول لك الشباب الجديده دلوقتي بقى اللي هو بيخش على اليوتيوب يتفرج على 300 سنشري. الكلام ده ما كانش عندنا زمان يعني. ما كانش فيه الكلام ده، كنا بنشوف الحاجات دي. ما نعرفش الحاجات دي.
بقول لك بالمعلومات بقى القليله اللي انا اخدتها من الناس دي، بيعلموني حاجات، وحاجات انا كنت بلقطها بالنظر كده وبالعين. وصلت تالت عالم الناشئين. فده حاجه يعني ما اعرفش صدفه بقى لا برضو ولا يعني اكيد موهبه موهبه ولا طبعا، ايه. يعني ما هو يعني مش. انا بعتبر الموهبه بتبقى في اول فتره، ما بتبقى يعني ما ينفعش تقول ميسي وموهوب. لا طبعا. ما لا انا وجهه نظري ما الموهبه انا ينفعش. بالنسبه لي الموهبه مهمه، بس في حاجات كتيره تانية اهم منها. الانضباط والمنتاليتي والالتزام تمرين وكل حاجه والتمرين يعني كل ده لو موجود من غير موهبه ممكن تبقى بطل، انا بس لو الموهبه لوحدها ما تخليكش بطل. انا من وجهه نظري الموهبه هي اللي بتخليك توصل لحته كويسه في وقت قليل. بالظبط. لكن هتروح فين بعد كده بقى في المستوى البروفيشنال؟ لا، شغل. مش الموهبه هي اللي تديك. شغل. كل حد قاعد مكانك قال نفس الكلمه دي، كل الابطال اللي لعبوا كل الالعاب الموهبه بتساعد، انما لوحدها ما تنفعش. يعني ف من زمان، من كام سنه يعني كنت دايق لما حد هو موهوب، يعني كل اللي انا تعبت في حياتي ده مش مهم، ايوه ايوه فانا يعني بيختصر، ما هم مش عارف. اه ما هي دي برضو. اه يعني كنا بنتكلم قبل كده انه في ناس بتبقى موهوبه وبتبقى فاهمه انه انا موهوب، فانا لو انا عايز اشتغل هشتغل. لا دي قدرات، في ناس ما بتقدرش. اسلوب حياه. ت- بالظبط. بيبقى عندك سيستم بتتمرن قد ايه وتقدر تفضل مكمل، وفي ايام ما بتبقاش قادر وبتكمل لازم. عشان عندك تارجت. فهو الموضوع الموهبه دي بتبقى حاجه ربنا مديها لك، انما الشغل والاجتهاد والمجهود وانك تجري ورا حلمك دي حاجه مش كل الناس بتعرف تعملها. طب فالنقطه اللي انت بتقولها دي فعلا ان هو لا انا اشتغلت كتير ايوه، يعني، ما تقولوليش. يعني انا في الفتره الشباب اللي في سني بقى، اللي هم من اول 15 لغايه 24 25 دي، كله بقى بيخرج ويروح مش عارف ايه ويروح النادي انا بلعب بلياردو. م. يعني انا كله بيخرج فعلا ويتفسح ويعمل، انا كل يوم في النادي دي حقيقه. بتمرن. انا فعلا فاكر ان انا عمري في حياتي ما رحت الليدرز لما لقيتك. بالظبط، انا يعني بلعب بلياردو على طول على على طول الترابيزه بتمرن. بتتمرن، م. حتى لو لوحدك بتتمرن. فهو ده اللي انا بقول لك عليه، ان هو يعني اكيد في موهبه طبعا، بس مش هي لوحدها يعني. يعني برضه من غير الموهبه مش هتعرف تبتدي. صح. يعني هي الموهبه هي اللي بتخليك تعرف تبتدي. بس عشان تكمل بقى ده حاجات كتير قوي. دي حرب. بالظبط كده. انا برضو عشان يعني انا عايز امشي معاك عشان نوصل يعني والناس تستفيد برضو ان انت عملت ايه يعني، مش عايزين. فانت بتقول دلوقتي وصلت تالت عالم، وصلت تالت عالم ناشئين بعدين في بقى. بطوله في اسبانيا. المدرب الاسباني بتاع الناشئين عندهم مدرب مخصوص للناشئين. مم. احنا يعني ده برضه ليفل لسه احنا ما وصلنالوش هنا في مصر. اه والراجل ده بصراحه يعني الاتحاد والاتحاد الدولي يعني تعاونوا سوا وجابوه فتره للناشئين بتوعنا، ايوه انا فاكر. لغايه لما الدولار بقى عالي واليورو عالي والراجل بيطلب طلبات كتير فما قدروش فما يكملوا ينفعش. معاه. فالمدرب ده لما شافني في بطوله العالم ناشئين كلم، كان ساعتها رئيس الاتحاد المصري استاذ فاروق البرقي، فاروق البرقي طبعا. وقال له انت اللعيب بتاعك ده خد تالت عالم وهو مش عارف هو بيعمل ايه. هو بيجيب البناط اللي بتقف قدامه وخلاص، هو مش عارف يعمل بوزيشن صح، وبيجيب البونت وخلاص. زي اللعيب اللي عايز يطرشق البليه في البوكت بيوقع وخلاص، بغض النظر مش عارف هو هيطلع مش هيطلع، لو جل هيحصل ايه، هيسيف امتى، هو عايز يوقع خلاص وبيكسب. في مستوى الناشئين تقدر تعمل ده عشان توصل قالوا ده لو عندي في المعسكر مع الشباب كان خد البطوله من انا غير مجهود. بقول لك كده. فاتفقوا مع بعض وبتاع، والراجل قال لك لا مش هاخد فلوس طبعا. ايه، طلعت انا وبابايا 10 ولا 15 يوم عنده في معسكر او في المركز الاولمبي الاسباني في مورسيا. المركز الاولمبي ده فيه جودو، فيه فولي، وفيه تجديف، وفيه كذا حاجه. هو كان على البحر، كان في حاجات كتير قوي. في صاله بلياردو، الشباب بيصحوا الصبح يروحوا المدارس، يرجعوا يذاكروا شويه، يناموا، يتغدوا او يتغدوا بعدين يناموا. تمرين من الساعه 6 مثلا لحد الساعه 9، بعد كده نخش الجيم ساعه ونطلع نجري 4 كيلو. انا قعدت ال 18 19 يوم هناك دول انا مذهول احنا ايه اللي بنعمله في مصر. طبعا انت مفيش حاجه تانية خالص. حياه تانية خالص يعني في سيستم، وده ناس عايشه في البلياردو. يعني هم بيروحوا مدارس بيدرسوا كل حاجه، بس هو مجرد ما بيرجع يعمل الواجب بتاعه والهوم ورك هو لعيب بلياردو. هو ما في عندوش اي حاجه تانية بروجرام، في حياته. في بروجرام لغايه ما ينام. قعدت هناك قد ايه بقى؟ 20 يوم؟ 15 يوم 20 يوم حاجه كده. رجعت بقى من هناك؟ رجعت طبعا متلخبط، لان انت فهمت ان في حاجه بتتعمل كنت عايز غير اقول لك كده بالظبط، غير اللي احنا نعرفه. اصل يعني الناس ممكن تبقى فاهمه ان انت رجعت بقى، لا ده خالص بالعكس. خالص، ده بيحصل دروب جامد، لان اللي انت بتعمله بتبقى واقف قدام البوزيشن اللي انت هتلعبه. طب العبه بطريقتي ولا العبه زي ما هو قال لي عليه؟ ففي وانا الديلما متعود دي صح، وانا متعود ان انا بجيبه بطريقتي. بطريقتي.
بس طريقتي مش هتعمل لي النتيجه اللي اللي هو قال لي ليها عليها. اللي ليها مستقبل. يعني هجيبه بس ما عنديش حاجه بعده. لكن لو لعبت بطريقته هجيبه يبقى عندي حاجه بعده، فاعمل استيكه اطول، فالموضوع يبقى في طبعا في ريزيستنس، ان انت اوريدي كنت وصلت لمستوى جامد، والطريقه بتاعتك انت عارفها، طريقته انت لسه ما اتعودتش عليها، وبتكسب ما اتمرنتش بالظبط، ما اتمرنتش عليها، فانت بتاخد وقت عبال ما تتعود عليها، ففي وقت قرار بيحصل صعب دروب طبعا. لغايه بقى ما بتقرر ان خلاص. بس انت قررت ان انت هتمشي، طبعا. اللي اتعلمته هتعمله. طبعا. دي برضو نقطة مهمة. هي المشكله كمان في بتاخد ناس وقت عبال ما تتقنها طبعا، الطريقه الجديده، وممكن تخسر طبعا ماتشات كتير. فدي بقى بالنسبة لك برضو ان انت تخسر وتكمل. انا لا، هخسر لا. بس لان انا شايف ان ده انت صح. بتبقى شايف البيج بيكتشر بتاع الموضوع، يعني بتشوف ده بخسر دلوقتي، بس انا شايف حتى لما بجلي انا عشان بجلي عشان لسه ما اتعودتش على الطريقه دي، بس ببص على البوزيشن ده لو جه كنت هبقى منطقيا الراجل كلامه صح. بس انا لسه مش عارف انفذه بالظبط. فبتكمل عشان فبترجع توصل. بقى تقعد تتمرن على كله من الاول. بالظبط. فالراجل ده بقى رفع لي مستوايا حته كويسه، رفع مستوايا فوق المتوسط واحد في لعبتنا. طبعا في الفرنساوي في متوسط انت بتجيب كام بونت في كام استيكه، ومتوسطي بقى فوق المتوسط واحد. فوق المتوسط واحد ده انت لعيب لعيب كويس. يعني بقيت فاهم اللعبه بتلعب ازاي. ما فيش حد هيعمل متوسط فوق الواحد ده وهو مش فاهم حاجه خالص يعني. طبعا سهل قوي تلاقي لعيبه بتاع مثلا 4 من 10 5 من 10 عشان بس بيروح النادي كل يوم ويشوف الناس اللي حواليه بتعمل ايه وبيخبط. مش قضيه. لكن تعدي للمتوسط واحد ده لا، لعيب فاهم كويس قوي. فابتديت اكسب بقى لعيبه كبار ابطال عالم وهم احسن مني، يعني هم متوسطهم 1.6 1.7 وانا بعمل 1.1. بس ده ممكن تكسبه، يعني ممكن هو يحصل له دروب بسيط وانت تلعب ماتش حلو الماتش بقى فتعرف تخطف الجيم بتاع مش عارف. ابتديت اكسب لعيبه جامده، اوصل دور 16 في بطوله اوروبا وحاجات كده. فجالي بقى مين اسباني برضو، سانشيز ده واحد من الاربعه خمسه اللي هم ما فيش كلام عليهم في اللعب في اللعبه في العالم يعني. طبعا. واحد هو جالك، هو انا من زمان هو بيحبني لان كل الناس تقول له ده سامح ده عامل زيك في اسبانيا. هو لما طلع في اسبانيا ما كانش في حد قبله عامل بطولات عالم وواصل نتائج، وقالوا له سامح ده هيبقى زيك وبتاع. هو بيحبني بقى، متبنيني كده زي اخوه يعني. فقال للاستاذ فاروق برضو ايه، لا سامح ده يجي لي يقعد عندي وانا اعلمه. قعدت معاه 6 ل 8 ايام حاجه زي كده في برشلونه. الليفل بقى الاعلى للمعلومات ده اللي استفدت منه قوي. بس ده بقى حصل دروب اعلى وفتره اطول فعلا حتى بعد ما كنت انت وصلت الليفل ده، لان كان في حاجات تكنيكاليتيز ما كنتش لسه اعرفها. هو التاني كان بيتكلم، المدرب الاسباني الاولاني كان بيكلمني في البيلي يتحرك ازاي، هتودي دي فين ودي هنا احسن ولا هنا، وده بعمله بضربتي ايا كانت هي ايه. لا هو ابتدى بقى ايه، لا انت تطول هنا تاثر هنا تعمل هنا. فكل ده بقى حاجات بقى ايه، ده مختلف للعبه اللي انا ما كنتش بعتمد عليه قوي. كنت بعملها بالموهبه مش بالفهم مش بالمعلومه بس. فده اخذ مني وقت، بس ده طبعا رفع متوسطي فوق المتوسط واحد. دلوقتي بقى متوسطي تقريبا 1.7. ده كان في وقت ايه بقى؟ ده كان المدرب الاسباني بتاع الناشئين كان اظن 2006 التاني سانشيز كان 2011 2012 برضو من فتره يعني. مش يعني سانشيز ده بعد ما لعبته في دور ال 16 في بطوله اوروبا وكسبني 3-2 بالعافيه، قالوا لا ده لازم يجي لي، ده لازم ينط النطه اللي تخليه. بس يعني هو من نفسه كده يعني. برضو بص دي حاجه من عند ربنا بقى، دي حاجه من عند ربنا يعني. هو حبني وبتاع واعتبرني زي اخوه الصغير وما رضيش ياخد فلوس فعلا. ما كانش راضي ياخد فلوس لولا يعني ان الوزاره دعمت فاخد فلوس، بس هو ما كانش عايز فلوس. بعد بقى الفتره دي انت بقى يعني دخلت بقى ابتديت تخش بقى بتكسب يعني، بتخش جامد بقى وبتوصل دور الثمانية وبتوصل مؤخرا وصلت يعني قعدت فتره كبيره من 2010 11 دي الثمانية ومش عارف اعدي. يعني انا فاكر واصل مثلا الثمانية دي برضو بص عشان الناس تبقى فاهمه 3-4 مرات دور الثمانية في بطوله العالم. مش الناس فاكره الثمانية دي لا ده حوار كبير في ناس كتير اصلا مش عارفه يعني لا احنا بنتكلم عن ايه. بس يعني دي حاجه كان في حاجه حصلتش يعني ما حصلتش قبل كده، ويعني بنسبه كبيره مش هتحصل تاني قريب يعني. ان حد يوصل ان شاء الله تحصل، ان شاء الله تحصل. بس انا قصدي ان ده انجاز كبير جدا يعني. لا دور الثمانية في بطولات العالم ده ما كانتش حاجه بتحصل يعني. في لعبه فيها ملايين بيلعبوها. طبعا. ففي اول 8 على العالم في لعبه فيها ملايين لا كنت ساعتها ترتيبي في العشرينات والثلاثينات وكده، بس كنت تقدر توصل في بطوله. يعني انت عندك مثلا الرانكينج بتاعك بيتعمل على
8 بطولات، فلما يبقى عندك واحده منهم في دور الثمانيه فترتيبك بيقرب شويه، تبقى مثلا بتخش في العشرينات بقى، وصلت بقيت 18 مش عارف ايه. كان بالنسبه لي طبعا كويس يعني. يعني كنا كلنا بقى بنتابع الماتشات دي يعني. لغايه بقى ما في 2017 لعبت الورلد جيمز، كانت تالت مره العبها، وكان ماتشاتي صعبه، وعندي بطل كوستاريكا لعيب مش احسن حاجه، وهو ده اللي طلعني تالت ناشئين في اول بطوله يعني. لعبني سيمي فاينل وكسبني. فلعبت في دور ال 16 في الورلد جيمز، كسبته، كسبت بطل فيتنام، ده لعيب حاليا نمرة 2 على العالم. وبعدين لعبت سانشيز في السيمي فاينل، كسبني. هو كان لسه مدربني مثلا بقاله 4-5 سنين، فنفسيا انت بتبقى ده اللي معلمك، فانت تحس كده ايه في حاجه يعني مش عارف تغل يعني، مش عارف تبقى فايتنج سبيريت مش طالعه. وبعدين بقى فبلعب على الثالث والرابع، بلعب مين؟ ديك ياسبرز اللي هو مصنف رقم 1 بقاله 10 سنين ولا 8 سنين، بس كسبته، خدت راجع بالميداليه البرونز يعني. انا فاكر دي كانت بدايه اول مره اكسر موضوع دور اول مره تطلع بقى على على البوديوم يعني. بالظبط. كانت حاجه جامده جدا الفتره دي انا فاكر. ده كان سنه 2017 مظبوط. في برضه عملت انت قريب وصلت فاينل في السنتين اللي فاتوا من 2022 23 24 لاعب 3 فاينل وواحد سيمي فاينل، فده بالنسبه لي يعني. انت دلوقتي الرانكينج بتاعك بيبقى بقى فين في الحته دي؟ الرانكينج بتاعي حاليا 9. وده طبعا حاليا بتطلع وتنزل بقى على حسب، بتطلع وتنزل يعني. احسن حاجه وصلت لك الرابع، بس ده كان ساعتها في وقت اللي كان لسه الترتيب بيتحط فيه بطوله افريقيا، فبتديني ادفانتج شويه، لان بطوله افريقيا اسهل طبعا بطوله اوروبا يعني. في 6-7 بيتنافسوا على بطوله اوروبا، واحد بس اللي بياخد البوينتس بتاعتها، لكن انا انت بتاخد بقى بطوله افريقيا دي بتاخد بوينتس زي بتاع اوروبا، كانت مدياني سنه ايه بوش كده شويه ادفانتج. بس هو لما كانوا بيجوا يقولوا لي ان عندك ادفانتج في افريقيا، اقول لهم بس انا عندي ديز ادفانتج طول عمري، فلما اجي اخد الادفانتج دلوقتي ما حدش ما تشتكوش يعني. صح. بس واتلغى الموضوع ده، وانا كنت من الناس اللي مشجعاه يعني. كان الموضوع بيتقال لي بقى ان هو ايه، خد بالك ده هيعملوا كده. انا كان بالنسبه لي نفسي، ليه؟ لان كانت كل الناس بتقول لي انت في التوب 10 علشان انت بس واخد النقط بتاعت افريقيا، لو اتشالت منك مش هتفضل. وبعد ما اتشالت مني انا لسه في التوب 10. لا ما بص هقول لك على حاجه، يعني انك توصل مره ماشي يعني خلاص، ممكن حد يقول لك دي صدفه ولا حاجه، بس ان انت تفضل على مدى السنين دي كلها. وليه خلي بالك كمان، مش فكره بس ان انت توصل تبقى في الرانكينج ده، انت كان في بوادر قبل كده كتير ان انت كنت بتكسب ابطال عالم، وكنت بتيجي تلاعب لعيبه جامده جدا وتكسبهم حتى قبل ما انت تبقى في المستوى اللي متقدم ده. فكان باين من زمان طبعا ان انت يعني، بس انت عارف عندنا هنا في مصر احنا يعني بنشجع بعض قوي، بنحب بعض يعني بنصدق نلاقي حد ناجح عشان يعني ننجحه اكتر. فدي حاجات خلاص يعني. لا هو برضه احنا عندنا في على حته تكسب ابطال وتعمل بتاع، احنا الناس مش بتفرق ما بين انك تعمل ماتش او تعمل نتيجه، يعني انك تلعب ماتشات كويسه صح، او لازم تعمل نتيجه او تلعب بطوله حلوه صح. ده بالنسبه لي ده في فرق كبير يعني. طبعا فكره ان انا مثلا كسبت ده وكسبت ده وكسبت ده، كل سنه بتكسب لك ماتش جامد او بتاع. ده كان دي الفتره بتاعتي اللي هي مثلا ايه 2011 لحد 2016 17 تكسب لك ماتش جامد. بتحصل كل سنه ولا سنه ماتشين في السنه بقى. بس في كمان ان كل بطوله تكسب ماتشين، تخش دور 16 تعمل دور 8 تعدي من المجموعه تخش النوك اوت، الحاجات دي كلها ومش مره وخلاص. ده بقى حاول تجيبها كتير. النقطه اللي انا عايز اقول لك عليها، انه طب انت ما انت عايش في مصر طبعا، انت بتسافر كتير وكده، بس انت بتتمرن في مصر، هل طبعا ده ما بيأثرش عليك؟ يعني انت مثلا برضو مش بتبقى محتاج مستويات اعلى شويه تلعب معاها التمرين، ولا انت عشان بتلعب بطولات كتير قوي وفي احتكاك كتير قوي فده مش حاسس بيه قوي، ولا ايه؟ في وقت من الاوقات كنت حاسس ان انا محتاج اتمرن مع حد جامد واجمل مني، بس مع كتر البطولات ابتديت اتعلم من السفر، وبتشوف وبتقعد تتفرج في الماتشات وبتشوف اللي بتلعبه بيعمل ايه، وبعدين اتعلمت فبقيت فاهم ده عمل كده علشان يوصل للنتيجه دي، فابتدي اتمرن على ده لما ارجع. بس طبعا انت عارف الانديه في مصر برضو عندنا مش بتساعدك انت تتمرن، يعني انت في دوشه وهزار وضحك بالظبط مش سهل. بس بقى فكره ان انت
بس انا قصدي طلع إن دي كل ده برضه من مش دماغك. يعني دي برضه ده ديس ادفانتج من طبعا الحاجات بس disadvantages مش اللي كل الناس موجودة عندنا. بتتمرن، يعني مش كل اللعيبه الجامده بتتمرن سوا، يعني دي حاجه انا عارفها يعني. بيلعبوا لوحدهم اكتر مش يعني. موضوع بيلعبوا لوحدهم، يعني مش كل واحد فيهم عنده في النادي لعيب جامد زيه او لعيب اجمد منه، يعني قليل قوي. يعني ممكن تلاقيها في كوريا، في تركيا، في بلجيكا، لكن مش في كل البلاد وهل هتلاقي. هم بيحبوا اصلا يتمرنوا مع بعض ولا اصلا طبعا يعني مثلا في السنوكر تحس اللعيبه الجامدين ما بيحبوش يلعبوا مع بعض قوي؟ مش عارف، لا يعني انا مثلا في مثلا زي بلومدال ونيكوس من اليونان، لعيبه يعني اتنين طبعا جامدين قوي يعني. جامدين جدا طبعا. بلومدال ده في اسطوره في حته طبعا لوحده، عارفه ونيكوس ده طبعا. لعيب جامد زيه كده مم. في التوب في 10 برضه، الليفل ده. وصل فتره وحاليا ترتيبه اتاخر شويه بس 16 بس ستيل يعني من اللعيبه الجامده قوي. مم. لما بنتقابل ونقعد، لما كنا في وقت من الاوقات بنلعب نفس الاستيكه، السبونسر ده كان بياخدنا مم. نعمل تورز، فبيبقى عندنا بعد الظهر كله فاضي، الصبح بنعدي على الانديه نعمل تور وبتاع واكسبيشنز وحاجات كده، بالليل بنلعب سوا. مم. يعني بدل بقى هو يلعب مع حد من النادي وانا العب مع التاني، وبعد كده الكسبان مع الكسبان طول الليل. فاحنا ما عندناش المشكله دي في فرنساوي، بنحب ونغل على بعض بقى، وانا عايز اكسب ده وهو عايز يكسبني بس هي الفكره ان انت يبقى عندك حد جامد في طبعا معاك. الليفل ده تلعب معاه. احنا يعني اتكلمنا طبعا عن المحطات المهمه وما شاء الله يعني الانجازات اللي انت عملتها دي. بس انا كنت عايز اسالك سؤال بقى، بما انك انت راجل طبعا يعني ايه عاصرت الفترات المختلفه، هل انت شايف ان احنا دلوقتي في مصر في الوضع الحالي ممكن نطلع، سهل ان احنا نطلع ابطال يوصلوا للمراحل اللي انت موجود فيها دي، ولا الموضوع صعب؟ انا شايف ان هو صعب مش سهل، بس مش مستحيل. يعني فكره ان انت يبقى عندك لعيبه كتير جامده هي الفكره، بس انت تحط الخطه الصح اللي تحبب الشباب الصغير في اللعبه عشان يبتدوا، سواء بول سواء سنوكر سواء فرنساوي ايا كان، انه يخشوا اللعبه بدري ويحبوها. لو بقى عندك مثلا 15 20 ولد في السن الصغير ده يبتدي كل سنه، هيطلع لك منهم كل سنتين ثلاثه واحد. يعني مش ال 15 هيبقوا اكيد طبعا. ابطال جمهوريه ولا حتى ابطال افريقيا، ولا هيبقوا مثلا مصنفين عالميا، بس كل سنتين ثلاثه يطلع لك منهم واحد يعمل طفره. يعني انت بس قصدك ان هو الفكره ان هو انك تزود قاعده الممارسين للعبه، طبعا بس برضو هل ده لوحده حل؟ يعني انت ما هو ما انت هو هيطلع ازاي؟ انت ما هو انت الظروف اللي انت ما هو ماشي. هي خطه كبيره. انت اولا تحببهم في اللعبه، دي المرحله دي الاولانيه. مرحله اولى. دي بقى قاعده لازم يبقوا 1000 واحد كل سنه يبتدوا يلعبوا جديد، يعني 1000 2000 5000 10000 يبتدوا يلعبوها. تمام. عايزين 15 20 منهم يبتدوا مثلا، انا طبعا بقول ارقام مش لا مش 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 مهم دقيقه يعني، بس يعني. يبتدوا يخشوا بطولات، وطبعا الاتحاد يخشوا بطولات، فالاتحاد يبتدي عامل بروجرام للتدريب وجايب مدربين وبتاع، فاللعيب اللي عايز يتحسن هيروح يجيب المدرب ويقعد معاه طب ما هو الكلام ويعلمه. ده مش موجود. ما هو لا، ما هي دي خطه، بقول لك احنا ناقصنا الخطه يعني عشان ده ما عشان هو ده ده اللي انا يطلع. بكلمك فيه. عشان كده على دلوقتي فكره بقول انا لك مش صعب. بتكلم، انا مش بتكلم عشان بس بقى حدش يفهم ان انا بتكلم عن اي حد او حاجه. انا بتكلم عن وضع الرياضه في مصر كله، يعني في مشاكل موجوده في كل الالعاب طبعا مش في لعبه معينه بس. واكبر مشكله من المشاكل اللي انا بواجهها، لان انا بتعامل مع اتحادات كتيره جدا واشتغلت في العاب كتيره جدا، وشفت ان المشكله دي موجوده في كل الالعاب، انه مفيش اهتمام بالناشئين. مفيش، يعني بتبتدي تهتم باللعيبه بعد لما يبقى عنده كبر. ففكره ان انت ما بتهتمش بالناشئين دي بتقلل فكره الكلام اللي انت بتقوله بقى، ان الناس قليله، مفيش ناس كتيره بتلعب اللعبه جديده، فبالتالي حتى لما في حد بيلعب جديد ما بتقدرش انت تحط له خطه توصله ان هو يبقى بطل. مظبوط. فدي مشكله من المشاكل اللي موجوده في الرياضه عامه في مصر، مش في اي لعبه معينه يعني. فحتى انت لما بتحكي يعني برضو، ما هو القصه اللي انت بتحكيها دي فيها صدف كتير طب يعني. يعني طبعا انت برافو عليك ان انت قدرت تستغل الامكانيات والفرص اللي جات لك ان انت توصل للمرحله دي. انما اكيد في ناس كتير عندهم موهبه بس ممكن ما ما جاتلهمش الفرص. ما تجيلهمش ما هي الفرصه. الفكره بقى ان ده دور الاتحاد او دور ال الناس المسؤوله عن اللعبه، ان انت توجد الشباب دول اصلا من الاول مبدئيا، تلاقيهم وتخليهم يحبوا اللعبه ويبتدوا يلعبوا، وتوجد لهم الفرص. اللي فيهم يعرف يستغل الفرصه هيوصل.
لكن بالظبط. يعني يبقى انت انت مش متفق معايا مش إنه هتحط له المعلقه الدهب في بقه. اهم حاجه يعني انا بالنسبه لي عموما يعني اي اتحاد من الاتحادات في اي لعبه اهم حاجه انه يكبر قاعده الممارسين للعبه. ده الدور الاولاني طبعا لاي رئيس اتحاد جاي. واحنا بقى بما اننا داخلين على الفتره الجايه فيها الانتخابات انتخابات جايه وال والشغل كله الجميل هيبتدي. اي رئيس اتحاد جاي اول حاجه انت لازم تعملها ان انت لو لعبتك فيها 1000 واحد لازم يبقوا 10000. طبعا. لان انت هتزود قاعده لو عندك الممارسين. 15 نادي عايز تخليهم 25، بالظبط. هتزود عايز تخليهم هتزود 50، الفلوس اللي في اللعبه. هتزود الناس اللي بتدفع فلوس عشان تلعب اللعبه. هتزود الجوائز للعيبه. هتزود الجوائز للعيبه. ف... هتقدر تجيب مدربين. هتقدر مظبوط. تعمل معسكرات. ولما تقدر الجوائز تزيد اللعبه هتبقى اتراكتيف للشباب الصغير. بالظبط. هيبص خصوصاً على إن الجائزه دلوقتي بتاع كمان بطل الجمهوريه يقول لك انا ايه ده في جائزه اللعيبة كبيره. بتقارن. ده هو دلوقتي طبعا. بيروح يلعب بطوله بلاي ستيشن بياخد فيها مبالغ 10000 و20000 و30000. بس فلو انت مش قادر ان انت توفر ده للعبه بتاعتك ايا كانت اللعبه ايه يبقى انت يعني غير صالح ان انت تبقى موجود في المكان ده. دي وجهه نظر يعني المتواضعه. والفكره ان احنا ليه بنجيب يعني الناس اللي زيك اللي هم محققين نجاح وكده ونحكي قصتهم للناس عشان الناس تشوف ان هو الموضوع مش سهل. يعني هو مش هتصحى من النوم كده تبقى بطل. ومش مفروض ان انت تبقى بتعمل كل حاجه لوحدك. لو انت عايش يعني في مجتمع مثالي لا انت محتاج انت في ناس لازم تساعدك عشان توصل طبعا. اللي انت وصلت لا له ده. في وقت من الاوقات من فتره من 10 15 سنه كانت بطوله الجمهوريه يبقى مركز اول عندنا في البلياردو 500 جنيه. كانت 1000 جنيه. انا كانت مره في خدت فترة 700 جنيه. هي كانت 500 ورفعوها ل 1000. آه. فانا كنت في البيت بحوش بقى الحاجات دي في البيت لغايه ما الاقي الظرف يعني بقى فيه كبر 15 شوية. 20 الف جنيه فراح اوديهم البنك. فالظرف بالصدفه هو بتاع الاتحاد ومكتوب عليه مركز اول 1000 جنيه. فالراجل اللي بيحط قال لي ايه ده ايه ده اتحاد البلياردو. قال لي مركز اول ايه ده بطوله الجمهوريه. بص كده شاف ال 1000 مكتوبه بالعربي. قال لي ايه ده مركز اول 10000 بس. هو طبعا ايه قلت له معلش الاتحاد بتاعنا فقير شويه أي. لان هو اصلا مستقل ال10 وانا كنا بناخد 1000 ما هي دي يعني ما دي مشكله كبيره يا جماعه انه انت لو مش قادر ان انت وبعدين المشكله بقى الموضوع دلوقتي ابتدى يبقى فيه بعد لما حصل تعويم والدولار بقى عالي طبعا. فبقى في مشكله في السفر. بقى في مشكله انك تجيب مدرب. بقى في مشكله ان انت تجيب حتى الجوخ والبلي والحاجات طبعا بتاعت تجديدات بس بسيطه اللي هي التجديدات بتتعمل على طول البسيطة كل دي. سنه دي الانديه ما بقتش قادره تعملها كل سنه. بالظبط. فيبقى انت لازم تخلق مصادر لدخل جديده للعبه. اولها ان انت تزود عدد الناس اللي بتلعب. ان انت تسوق لعبتك اكتر. والانديه وانت كل ما الانديه تزيد كل ما اللعيبه تزيد. ما هي الانديه مش هتزيد من غير لعيبه. ما هي برضو دي النقطه اللي لا هو لا انت لو يعني في كده رول سمعته في ناس من الانديه من ايه أوروبا. قصدك؟ الانديه الخاصه. الخاص الانديه الخاصه. ما هو ده لا ما مش بتكلم على طب انا الانديه عايز اهلي اسالك وزمالك سؤال. انت وجزيره ايه رايك وسبورتنج دلوقتي؟ وصيد انت والكلام فتحت ده. الموضوع بقى كنتش ناوي اتكلم في الموضوع ده بس انا ايه ليه ما فيش ترخيص لنوادي البلياردو في مصر؟ احنا ناس أنا نفسي أفهم الموضوع احنا ده. ناس كان عندنا نادي بلياردو. بابايا كان عنده نادي بلياردو وقفل عشان ما فيش حاجه اسمها رخصه نادي بلياردو. مصر كلها قفلت عشان فيش رخصه. ما هو خلي بالك ان دلوقتي انت عشان تيجي تستثمر فلوس وتفتح نادي بلياردو هتصرف انت قد محتاج ايه لك 10 مليون جنيه مثلا على عشان الاقل. يعني ترابيزات وتجهيز والتجهيزات المكان والتشطيب والمكان والايجار المكان. هتدفع لك البلياردو رقم محتاج كبير مساحه جدا. كمان فانت هتأجر مكان كبير بالظبط. فعايز تدفع ايجار كتير. لو جيت قفل طبعا. فجاه خسرت كل ده. انت ممكن اي يوم يجي اي حد من الحي يقفل لك المكان. آه. ليه بقى؟ ليه احنا مش زي الجيم؟ ليه احنا مش زي بتاع البلاي ستيشن يا سيدي؟ انا مش عايز ابقى زي الجيم يا سيدي، عايز ابقى زي بتاع البلاي ستيشن. بالظبط. ليه سايب ده مفتوح واحنا ما ينفعش نفتح مثلا يعني ما دلوقتي انت دي عارف حاجه إن لازم محلات البلاي ستيشن دلوقتي بتاخد ترخيص من وزاره الشباب والرياضه. طب البلياردو دي لعبه دي رياضه يعني رياضه ده اتحاد تبع اللجنه الاولمبيه الدوليه فيها بطولات دوليه فيها اتحاد كل حاجة. مصري فيها تبع وزاره الشباب والرياضه. هي- ليه؟ وبعدين نشاط هو معلش الموضوع كولابوريشن صغير بين الوزاره والاتحاد يكلموا المحليات علشان يا جماعه في حاجه اسمها بلياردو. موضوع سهل. ينزل مندوب من الاتحاد بتاع البلياردو يتاكد ان المكان ده يصلح يبقى نادي بلياردو بس كده. ويعملهم اشتراك في الاتحاد. خلصنا. وكل نادي يدفع اشتراك للاتحاد. بالظبط. الاتحاد هيبقى اغنى اتحاد في مصر. اصل خلي بالك هقول لك على حاجه. في كام حته واحد فيها في ترابيزه مصر بلياردو؟ في كام واحد في مصر بيعرف يلعب بلياردو؟ سيبك من المحترفين. لا كتير. مصر ملايين. كلها لعبت ملايين. بلياردو. ما حدش ما لعبش سواء يعني أنا ولاد فاكر وبنات ورجاله في وستات. اوائل الالفينات كان كل شارع فيه في ترابيزه في صالتين الشارع. بلياردو. طبعا.
تمام. فاللعبه معروفه وفي للناس، مناطق شعبيه تلاقي الترابيزه على الرصيف، يعني الناس ولعبه خلي بتلعب. بالك كمان لعبه فيها ميزه جامده جدا، انه ممكن اي سن يلعبها. طبعا. يعني انت مثلا الالعاب لعبه البادل دي مثلا ايه اللي خلاها ينتشر كده؟ بطل العالم عنده 60 سنه. ما هو ده اللي بتكلم فيه. فيعني فانت بتتكلم ان انت مكان الناس تقدر تروح فيه، بدل ما الولاد يروحوا بقى يشربوا ولا يعملوا حاجه ولا بيروح يلعب لعبه. اللعبه دي ممكن يبقى بعديها فيها بطل بيضيع وقته في حاجه مفيده، رياضه. الناس اللي سنها كبير شويه اللي هي ما بقتش قادره تلعب رياضه تقدر تروح تلعب بلياردو، زي ما البادل دي. ما البادل عشان ما فيهاش جري بادل كتير. انتشرت عشان كده. ما فيهاش الناس جري اللي في كتير، سننا اللي خلاص بقى فاهم بتلعب، مش قادر تلعب تروح تنس تلعب شويه تلعب بادل. بالظبط. فالبلياردو دي لعبه، اولا لعبه بتشغل فيها دماغك بشكل كويس، بتضيع، مسليه جدا، خروجه لذيذه. فازاي لحد دلوقتي؟ وعشان كده ما فيش صالات بلياردو في مصر، لانه كله قفل، لانه خلاص ما حدش بقى قادر ياخد الريسك بتاع ان هو يفتح ويجي اي حد يقفل له المكان. بالظبط. انا بس عايز انا فتح الموضوع ده برضو اديك مثلا، كنا بنلعب مثلا في المغرب فيها ما لا يقل عن 5000 صاله بلياردو. يا خبر. بكلمك انا مش ببالغ يعني. لا. كل شارع فيها، انا شفت فيديوهات اللي انتوا بتنزلوها وانتوا هناك، حاجه يعني بص صالات على هايله. اعلى مستوى واحسن ترابيزات ومفيش صاله فاضيه، تروح في اي وقت تقعد ويتنج ليست. هايل. كل مع ان دول خلي بالك ايه، دول ابتدوا بلياردو بعدين احنا بنلعب بلياردو، الاتحاد احنا بتاعنا بنلعب من ايام الانجليز. يعني اول بطل عالم يوناني. لا مصري. كان في حد يوناني في بيلعب فرنساوي. لا كان في اول بطل عالم في تاريخ لعبه الفرنساوي مصري سنه 29 فعلا. فانت عندك واحد مصري بيلعب بطولات عالم من سنه 29. أيوه. فانت موجود على ساحه العالميه من العشرينات، فانت بقالك 100 سنه. وانت لحد دلوقتي يعني برغم كل الامكانيات اللي انا بقول لك عليها دي، احنا بنروح بنكسب يعني. بطولات افريقيا كلها بتلعب في المغرب، احنا اللي الاربعه الاوائل كمان. بطولات العربيه احنا اللي بنكسبها، بطولات يعني احنا في المنطقه احنا الاقوى ناس في اللعبه دي. يعني يمكن البطولات العربيه اصعب شويه من الافريقيه، بس لسه لينا تواجد، لينا تواجد كويس. وبننافس فيها وبنكسبها ساعات. انما اللي انا بقول لك عليه ايه، انه ده اول قرار لازم يتعمل طبعا. وبعدين ده مشروع ناجح يعني مشروع الناس ممكن تستثمر فيه فلوسها، وهيبقى فيه وهيدفعوا كلهم فلوس زي ما انت بتقول للاتحاد. الاتحاد ده هيبقى اتحاد غني، مش هيبقى عنده اي مشكله، مش هيبقى مستني كل حاجه من الوزاره تدعم، انت هيبقى عندك فلوسك. ما هي دي بقى الفكره، ان احنا دلوقتي يعني احنا بنناشد الناس دلوقتي، لو في حد سمعنا من الوزاره يعني يا جماعه اعملوا القرار ده وريحوا دماغكم، واللعبه هتصرف على نفسها، مش هتحتاج. يعني احنا دلوقتي الدوله بتتجه الى ان هي توقف الدعم في الرياضه، وانا شايف ان ده قرار صح جدا طبعا. لانه اللي مش عارف يصرف على لعبته يشوف له شغلانه تانية بالظبط. فانت ده قرار سهل جدا يتعمل. بكره الصبح الاتحاد هيبقى اغنى اتحاد في مصر. انت متخيل لو عندك مثلا 1000 صاله في مصر بتدفع في السنه 50,000 جنيه، بلاش 50,000 جنيه، 20,000 جنيه مبلغ عشان ياخد الرخصه، 20 مليون دول يصرفوا يعني هيصرفوا على اللعبه، دول يصرفوا على اللعبه 20 سنه. احنا لعبه برضو خلي بالك، احنا ميزانيتنا اقل من كده بكتير. فيعني كويس ان احنا برضو فتحنا الموضوع ده، عشان انا شايف ان ده حل كويس جدا وسهل جدا. وده هيساعد. ودينا بنغشش اهو الاتحاد اللي جاي اهو، بنقول له يا جماعه اعملوا الكلام ده، اول حاجه تعملوها اجروا ورا الموضوع ده، لانه لازم تدخلوا موارد جديده اللعبه هتنقرض بالطريقه دي. رخصه نادي بلياردو تبقى حاجه موجوده، تروح المحليات ايا كان بقى منين، انا يا جماعه عايز افتح نادي بلياردو، هيروح رافعين سماعه التليفون يكلموا الاتحاد يجي يعين المكان، هل ده يصلح نادي بلياردو ولا ما يصلحش، ينزل حد من الحي يعين المكان، هل ده الركنه والحاجات بقى اللي هي الحيثيات بتاعتهم تمام، مش مشكله، حط كل الاشتراطات، خد الختم والبتاع واشتراك في الاتحاد بس وشكرا. والله ده انا شايف كمان ان المفروض يعني صالات البلياردو كمان دي حتى تبقى معفيه من الجمارك، يعني يتعامل كانه نادي بالنوادي، يستورد الترابيزات وينشر. انت في كوريا الترابيزات بيحطوها في المدارس، وفي الترابيزات الفرنساوي في كوريا انا يعني بتقف على اي ناصيه في اي حته بتعد الانديه، يعني اي ناصيه في اي شارع انت بتعد فيه كام نادي، مش بتقول مثلا ايه ده في نادي في الشارع ده، لا انت بتقف ادي واحد في الثالث هنا، واحد في الارض هناك، لا والله كده بتقف تعد. انا كحد قال لي ان هم مش عارف دخلوا الفرنساوي في المناهج بتاعه التعليم، حاجه كده. هو في الجامعه ماده من المواد، لا والله بلياردو. الواحد بيزعل والله لما بيشوف وبعدين كمان دلوقتي كل البلاد اللي حوالينا دلوقتي عدتنا، يعني احنا بنسافر دلوقتي بالامكانيات، ما بالامكانيات، لكن
حتى الان مستوى مستوانا احنا لسه في ما هو ماشي، بس انت هتقدر تستمر لحد امتى؟ بص السعوديه بيحصل فيها ايه دلوقتي، طبعا. بص قطر من زمان يعني عاملين ايه، والامارات نفس بص الكلام، الامارات، والكويت نفس بص الكلام. حتى المغرب دلوقتي بقت قويه جدا. طبعا البلاد دي كلها احنا اللي علمناهم يلعبوا يعني الناس دي كانت زمان زي كل حاجه تانية. ما هو يعني البلاد دي احنا برضو ماشي، بس يعني احنا خلي بالك ان احنا برضو المدرسين والدكاتره ودكاتره الجامعه ما هو كلهم كانوا بص من مصر. هو قرار، الموضوع قرار يتاخد صح. احنا مش محتاجين على فكره، مشكلتنا مش في تمويل ولا حاجه، احنا في فلوس في مصر هنا بنعمل اللي احنا عايزينه، إن بس ساعدوا الناس انها تستثمر صح وتكسب. هتلاقي بكره الصبح، انا بكره الصبح لو القرار ده طلع انا هفتح صاله انا بنك، نفس الكلام والله العظيم انا يعني. طول عمري بفكر اه في الفكره دي. ف وتبقى صاله حلوه وفيها اكل كويس طبعا، وتستقبل الناس بشكل خروجه كويس، خروجه حلوه، خروجه لذيذه. مش لازم تبقى حاجه بتاعت ناس بروفيشنالز. طبعا يعني ممكن تبقى عامل اوضه ازاز جزء مقفوله والجزء حاطط فيها الثاني ترابيزه او اتنين للناس اللي عايزه تلعب بلياردو بتركز. بتركز. اوكي، لكن بره لا، مزيكا لطيفه، اكل حلو، ناس تقعد تلعب، خروجه حلوه زي ما كنا بنروح نلعب بولينج واحنا صغيرين، ونروح نلعب بلياردو. صح، زي بره لما بتروح اه الصالات الكبيره تعمل كده. فان شاء الله يعني يا ريت حد يسمعنا يعني، يا احنا ريت. اهو يعني وفي برضه خد بالك، ودي سوري لقطع تتنفذ. كلامك، حته زياده. انت لما يبقى عندك داتا بيز للانديه دي، عندك مثلا 1000 نادي بس، هتبعت لكل نادي ايميل في بطوله بلياردو فرنساوي، في بطوله سنوكر، في بطوله بول، وروح حاطط الاعلان بس عنده، هيجي لك 10 15 لعيب هيدفعوا اشتراك بطوله، هيعملوا مش عارف ايه. يا جماعه ده انا رحت وشفت بطل الجمهوريه، هيجي الناس تتفرج. طبعا فكل خلي ده بالك، لا حاجه تانية، هيجري الموضوع، النوادي دي هتروح تجيب الابطال اللي زيك وزي يعملوا اللعيبه شو، اللي يعملوا موجود، بتاع، يعرفوا يجوا الناس. يبقوا موجود يمرنوا الناس، يلعبوا مع الناس، يبقى سبونسر ليك، ما هو بيكسب. ما هو بيكسب، مين احسن واحد يسوق للعبه؟ الابطال بتوع اللعبه. طبعا. فانت هتعمل انتعاشه للموضوع كله، بس هي الفكره ان هو حد يفكر بس وحد يشتغل، يعني حد يفكر في هو الموضوع. انا اعتقد الموضوع الموضوع موجود على فكره في كل موجود. لا بس اتحاد السباحه بيخش له مبالغ طائله من اشتراكات الاكاديميات، بيبص ل 100,000 جنيه في السنه، وشوف في كام اكاديميه سباحه في مصر. طبعا كتير. فانت بتشتغل، بس بتجيب البلياردو موارد اسهل تعمل اكاديميه، بكتير. نادي بلياردو اسهل ما تعمل هتجيب حمام سباحه اولمبي يعني. منين؟ بالظبط. طبعا انا بقول لك الموضوع، المشروع نفسه مشروع يكسب فلوس. اي حاجه تكسب فلوس هتلاقي الناس يعني هتلاقي حتى مستثمرين طبعا. من بره جايين يفتحوا صالات بلياردو بيكسبوا، زي بلاي ستيشن، زي الحاجات اللي اتعملت دي كلها. فده قرار يعني سهل ان هو يتعمل وهيريح الناس كتيره، ومش هنبقى بقى قاعدين مش لاقيين نصفر لعيبه، ومش لاقيين نجيب بالظبط. معسكرات، ومش لاقيين كذا. لا بس فدي هي فكره انا اعتقد شايف ان دي هي فكره لازم تتنفذ في اسرع وقت. تبقى من الاولويات. انا شايف ان هي الاولويه الاولى بالظبط، بوجهه نظر، يعني المجلس الجديد اللي جاي ده لازم يشتغل على تبقى من الاولويات طبعا، لازم. طب بما اننا بقى برضو بنتكلم على الحاجات دي، احنا دخلنا في في الجد. يعني انا عاجبني كده الكلام بياخد بعضه. دلوقتي بقى في حاجه عندنا، في طبعا كل الناس اللي بتلعب بلياردو عارفه الموضوع ده، في خناقه كبيره ما بين فكره انه اتحاد البلياردو في سنوكر وبول وفرنساوي. كان في ناس دايما بتقول لك احنا عايزين نفصل، يعني عايزين نخلي السنوكر لوحده والفرنساوي لوحده. فانت رايك ايه في الفكره دي؟ لا انا مش شايف ده. يعني انا شايف ان عادي لو قعدوا مع بعض، مش مضر. يعني في الاول وفي الاخر على كيو سبورتس، هي في الاول وفي الاخر. انت شايف ان هي العاب زي العاب المضرب كده مثلا؟ مش لا مش قوي يعني. في فرق كبير قوي بين البينج بونج والبادل والتنس والسكواش. لكن البلياردو اقرب كتير قوي من بعض على الحاجات التانية دي. انا فاهم قصدك. بص انا عندي يعني، انا بتفق معاك فيها، بس يعني انا ممكن اوافق على الموضوع لو الاعداد زادت شويه. يعني لو بقت كل لعبه عندها عدد كبير جدا الاف من اللعيبه، خلاص، من الممارسين، وبقى ادارتهم بقت صعبه شويه، ماشي ساعتها ممكن نعمل كده. بس في الوقت الحالي وخد بيتهيألي بالك هي ممكن تعمل لجان برضو. يعني ممكن هو الاتحاد واحد ويبقى في لجنه مشكله من 5 افراد ما هو بقى دايما يجي يقول لك اصل الاتحاد ده بيحب، انت فاهم بقى، الاتحاد ده بيحب الفرنساوي، الاتحاد ده بيحب السنوكر، كل ما يجي رئيس اتحاد يتهموه ان هو بيحب لعبه معينه، بيحب لعبه على حساب لعبه. بس هيعمل في الاول وفي الاخر الاتحاد المصري امكانياته مش مساعداه. يعني حتى لو حب مش هيقدر يعمل حاجه رهيبه للناس. يعني الامكانيات الماديه بتاعت الاتحاد قليله. احنا عايزين الامكانيات تزيد بقى، ما هي يعني عايزين بالانديه، وده هيجيب لعيبه، ده هيجيب سبونسرز، ده هيجيب
هي عجله لو ابتدت تتحرك هتبقى. يعني اصل خلي بالك الموضوع ده في، يعني بقول لك المغرب كده، المغرب الموضوع هناك، وبعدين احنا 100 مليون بني ادم يعني، فانت يعني انت عايز مليون سهل واحد يلعبوا جدا، اسهل بلياردو. حاجه انك تجيب ناس يعني تلعب. وانا متاكد في اكتر من مليون واحد في مصر يعرفوا ده في اكتر من 50 مليون يعرفوا يعرفوا اللعبه. البلياردو بس الناس ما تعرفش بقى ان فيها بطولات، ما تعرفش ان انت عندك بطولات جمهوريه، ما تعرفش ان حد بيمثلك بره، ما تعرفش ان حد عمل نتائج سواء في السنوكر او في الفرنساوي او في البول. ما دي مشكله بقى يعني، برضو ما التغطيه هي دي الاعلاميه مش مشكله من موجوده. المشاكل الكبيره اللي موجوده في الرياضه عموما، انه مفيش اهتمام اعلامي. يعني انا بيتهيألي ان انت ممكن تكون بتروح بلاد تانية الناس عارفاك وهنا في مصر ما يبقوش عارفين. انا في بلاد بتخض يعني في كولومبيا، في كوريا، في فيتنام، في حتت في اوروبا، تركيا بالذات اكتر يعني، وفي حتت اوروبا لا عارفين اللعبه. وتقول له بلعب بلياردو، ده تعرف اللعيب الفلاني، يبقى عارف اللعيب بلده اللي هو الجامد، او ممكن ما يبقاش عارفني انا. لكن في بلاد لا، انا ببقى ماشي في الشارع الناس بتوقفني. بس دي مشكله في كل الالعاب يعني. احنا عندنا هنا الاعلام الرياضي ما بيتكلمش غير عن النادي الاهلي، وكوره اعمل لي كوره اهلي وزمالك وبتاع بس. وعلي بالك حتى في الكوره بيتكلموا في المشاكل اللي هي يعني مش حاجات حتى مش جوهريه، كله مش عايز مهمه بيجري يعني. ورا الترند يعني. فعايزين ناخد رايك برضو بقى ايه في شويه حاجات كده ممكن انت تكون واخد بالك منها. عايز اسالك على ايه رايك في النظام الانتخابي للاتحادات الرياضيه في مصر عموما يعني. ده عموما، لان هو انا هتكلم عنها عموما. هي مشكله واحده يعني. انا وجهه نظري ان اللعيبه لازم يكون ليها دور اساسي في الموضوع، مش بس مجالس ادارات الانديه. لان مجالس ادارات الانديه هم مثلا 6 أو 7 افراد عندهم حاجه و50 60 لعبه في النادي، مش معقوله هيبقوا عارفين الناس اللي بتلعبها والناس اللي مرشحه نفسها، فبتبقى معارف. فانا اعرف ده فده يعرف ده، فحد يجي يقول لي ده انا اعرف ده وده وده في الاتحاد ده، فهحط اساميهم. لكن هي بتمشي كده. هل هي مفيده للعبه؟ لا مش مفيده. واعتقد ان الانديه ومجالس اداراتها هتشيل من على نفسها هم موضوع الانتخابات ده لو الموضوع اتعمل بطريقه تانية مختلفه، حتى لو بشكل جزئي. يعني مثلا اللعيبه يبقى ليها مثلا لو في 15 نادي، اللعيبه يبقوا 5، فيبقى في 20 كانهم 20 نادي. فانت قصدك انه يعني اللعيبه تقول يبقى ليها صوت. يعني هي مثلا هنفترض مثلا هندي مثلا زي النوادي هندي مثلا بالبلياردو في عندك 3 العاب، هتاخد مثلا اول 10 من كل لعبه وتقعدهم سوا، تقول لهم في عندك دول نازلين اعملوا فوتنج، والفوت اللي يطلع في الاخر ده فوت داخل ب5 اصوات، ده اللعيبه عايزه الناس دول. حلوه الفكره مثلا دي. انا دي اول يعني اول مره حد يقول لي الفكره دي، ان هو يبقى الانديه تمشي زي ما هي، بس يبقى في كمان في كوتا يعني وتبقى ليها نسبه وزن. let's say 20 to 25%. ما 20-25% دي هتدي تنجح. حتى لو في هترجح 2 كفه بيتنافسوا هترجح كفه. وتختار، وانت رايك ان هم يختاروا اللعيبه تصنيفهم اللي هم الاوائل، يعني يختاروا مثلا 10 مش كله، مش اي حد، 10 12 16 في كل لعبه هم يقولوا رايهم وهتدي كمان اهميه يعني للعيبه نفسها، اللي هو يعني هتبقى غير ان انت بتكسب بتحقق حاجه، انت كمان ان انت ليك يعني وصلت المركز ده، فانت ليك قيمه كبيره، ليك اختيار انت كمان تبقى يعني عايز تشوف مين الاعضاء اللي انت شايف ان هم هيفيدوك كلعيب. انت عارف الفكره دي عجباني كمان، فكره ايه ان هو برضو اكتر ناس يعني بتحس بالموضوع ده هم الناس دي، لان هم دول يعني انتوا اكتر ناس بتتعاملوا مع الاتحاد في سفريات طبعا. في دعم، جزء من المنتخب كمان، في المنتخبات، في الحاجات دي كلها. فان يكون في حد انتوا شايفينه ان هو مناسب بالنسبه لكم، اكيد هيساعدكم بشكل كويس يعني. انا كنت شايف ان يعني انا كنت دايما بتكلم فكره ان هو يعني انتخابات النوادي كويسه. انتخابات النوادي ليه ما فيش حد بيقدر يسيطر عليها؟ ليه؟ لانه جمعيه عموميه اعضاء 20-30 الف واحد حسب النادي عامل ازاي بالظبط. فانت مهما كنت جامد عمرك ما هتقدر تسيطر على ولازم تبقى عامل حاجه الناس شايفاها او حساها على ارض الواقع. طبعا انت متخيل انه ما فيش رئيس اتحاد عنده برنامج؟ لا
يعني ده هيعوز برنامج ليه؟ هو بينجح بالعلاقات. ما هو ده اللي عارف، هي دي الفكره بالظبط، اللي هو يعني المفروض ان هو يطلع يقول انا البرنامج بتاعي ايه، انا هعمل ايه للعيبه، انا هعمل ايه للحكام، انا هعمل ايه للمدربين، انا هعمل ايه لاولياء الامور. خلي بالك اولياء الامور دول طبعا بيتبهدلوا مع الولاد سيبك ان يعني. احنا في البلياردو ما عندناش مشكله اولياء الامور دي قوي، اه لان احنا بنبتدي عندنا فاولياء 14 الامور 15 بيبقوا، سنه. اللي بيلعب بلياردو ده غالبا اهله اه بيبقوا مش رامين توبته بيبقوا يعني. رامين طوبته. اه بالظبط. لكن لا، في العاب بقى اللعيبه بتلعب اه وهي لا عندها الالعاب 5 سنين و6 سنين طبعا و7 سنين، السباحه بقى والحاجات الاب دي والام بيبقوا واقفين فوق رايحين العيل. حياتهم بتبقى كلها تمرين، وجاي من التمرين ورايح مش عارف ايه. فدول كمان لازم يبقى ليهم، طبعا لازم يختاروا، لان هو حياته كلها ومصيره هو وولاده بيبقى معتمد على الشخص ده. يجي واحد بقى اصلا هو جاي عشان اسباب تانية خالص. يعني هو اصلا في دماغه، يعني انا شفت حاجات، يعني ناس بتنزل الانتخابات لحاجات مالهاش علاقه بالرياضه يعني. ف... فانا كنت شايف ان هي تتعمل، يعني اي حد معاه كارنيه اتحاد ينتخب زي جمعيه عموميه زيها زي النوادي يعني. بس الفكره اللي انت بتقولها دي فكره بس يعني اي حاجه، اي حاجه غير اللي احنا فيه. بقى يعني هو اي حاجه غير اللي ما احنا فيه. ينفعش اللي احنا فيه ده يفضل زي ما هو، لازم يحصل فيه على الاقل تعديل مبدئيا ونشوف النتيجه. ولو دي ما جابتش النتيجه الكافيه بعد 4 سنين يتغير، ممكن تبقى بدل النسبه ما هي مثلا 75% للانديه تبقى 50% و25 للعيبه و25 تانية لاولياء امور حكام اداريين. بس يعني لازم قصدك انه اصل الانديه لازم يكون لها وجود، يعني ما تقدرش تلغي وجود الانديه في التصويت. حاجه عايز اختم بيها الحته دي، انه اكتر حد عارف مين اللي ممكن يفيده هم الناس دي، اللاعبين. طبعا يعني اللعيب ده هو اللي بيتضرر او بيستفيد من وجود الاشخاص دي في الاماكن، فهو اكتر واحد هيبقى عايز يختار الشخص الصح. انما مجالس ادارات الانديه يعني ساعات كتير ما بيبقوش عارفين اصلا اللعبه، يعني لانه برضه انت ما ينفعش تطلب من 5 تنفار ان هم يبقوا عارفين 60 60 لعبه لعبه. ويعرفوا 25 30 واحد في كل لعبه، اه وعارفين وعارفين اذا مين كانوا يقول كويسين احسن. ولا لا. بس يعني حتى انت اصلا لو انت عايز تعمل كده، يعني لو انت راجل عايز تشوفه فعلا، مش هتبقى عندك وقت ان مفيش انت وقت. تقعد بقى تشوف ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده تاريخه ايه ولا ده امكانياته ايه. ولا موضوع عمل ايه للعبه ما عملش ايه للعبه، بعيد مش جدا هتعرف. عنك يعني. فهي الفكره ان هو لازم الناس اللي بتستفيد وبتتضرر من الموضوع ده هم الناس اللي لازم يبقوا ليهم صوت. ليهم صوت بأني طريقه بقى، مع يعني الطريقه اللي انت قلت عليها دي طريقه كويسه، طريقه نخليهم هم اللي ايا يعني كانت الطريقه. ايا كان، بس ما يبقاش الموضوع كله، لانه في الاخر النتيجه لان بتيجي. خد بالك مجالس الادارات برضه مظلومه انها تبقى على دماغها الحمل ده. وبعدين خلي بالك انت برضو، انت دلوقتي يعني بتقول هم ما بيخدموش. طب هو بيخدم اللي بيجيبه. يعني انا دلوقتي يعني هو الجمعيه العموميه بتاعته مين؟ مجالس اداره الانديه. هتلاقيه علاقته كويسه جدا بمجالس ادارات الانديه، ولو طلبوا منه خدمه بيعملوها له. انما اللعيبه هو بالنسبه له ما هو مش جاي عشان دول. بس ما هي دي المشكله بقى، يعني ان هو انت اساسا وجودك في المكان ده عشان تخدم اللعيبه دي، بس انت بتيجي تخدم ناس تانية خالص. مشكله في السيستم يعني. بس مشكله كبيره. بص ما فيش حد اتكلمت معاه في الموضوع ده الا لما قال لي نفس، يعني كل الناس اللي قعدت معاهم على مختلف الالعاب، مختلف الوظائف بتاعتهم او الادوار بتاعتهم في اللعبه بتاعتهم، كله قال نفس الكلام، انه لازم النظام الانتخابي للاتحادات الرياضيه يتغير لو احنا عايزين طبعا نطور الرياضه في مصر. فان شاء الله يعني حد يسمع الكلام ده، ويعني نتمنى ان احنا نعيش ونشوف في يوم من الايام. نحضره. لانه في ناس كتير بتتظلم، طبعا. يعني في كميه مواهب بتترمي في الارض بسبب انه الناس مش فاهمه اصلا هم المفروض يعملوا لهم ايه. بس يعني ادينا بنحاول اهو لا لا ان شاء الله يبقى في تغيير نتكلم يعني في في الحاجات الحاجات دي. دي. ماشي. حاجه تانية بقى برضو عايز اقول لك عليها كده في الاخر. ايه رايك في فكره دعم وزاره الشباب والاتحادات الرياضيه؟ انه لحد دلوقتي في اتحادات عايشه على فكره ان هي مستنيه دعم من وزاره الشباب والرياضه. هل انت انا شايف ان ده صح ولا انت شايف ايه في المفروض؟ العصر اللي احنا فيه ده مش صح خالص، انا شايف ان ده غلط. انت لازم تبقى عندك اكتفاء ذاتي وفائض. يعني مش بس اكتفاء ذاتي، انت لازم تبقى عارف تصرف على لعبتك وتصفر لعيبتك البطولات، اللعيبه المتفوقه ايا كان بقى 1 و2 ولا لغايه 10، ايا كان المنتخب او اللعيبه اللي انت بتقدر تصرف عليها قد ايه. دول لازم تبقى صارف عليهم معسكرات،
صرف عليهم سفر تمثيل مصر بره، بطولات الجمهوريه لازم مكفيهم كل تتعمل، الحاجات اللي هم لازم محتاجين. تعمل بطولات الجمهوريه حاجه تليق باللعيبه، سواء رقم 1 او رقم 1000. انا بقى عايز اقول لك بقى، دي يعني الحته اللي انت اتكلمت فيها دي عايزه حلقه لوحدها بقى، بطولات الجمهوريه، مستوى بطولات الجمهوريه، ان انت بتلعب هنا في حاجه، بتسافر بره تلاقي حاجه تانية خالص. بالظبط، اهتمام بنظافه الترابيزه قبل الماتش حاجه، وبره بتروح تلاقي على الترابيزه بتلمع كده، داخل على ترابيزه نفسك مفتوحه. مفتوحه هتلعب طب لكن تخش هنا في مصر تلاقي بقى مش بتنظفها، الحكم مش مهتم، بيجي له تليفون في نص الماتش يعني. مش الحاجات الحاجات اللي هي بقى بنشوفها كلنا في اللي ال... بنشوفها. في انا في مره مصر يعني. حصل معايا موقف كده، بما انك يعني زمان في نادي الزمالك زمان بقى، في صاله قديمه كده كانت، هم غيروا مكانها دلوقتي، عارف لك تحت اللي كانت تحت دي. ايوه انا بلعب حضرتها. ماتش بطوله الجمهوريه، وكان لعيب اسمه احمد الاخضر، كان لعيب بيلعب في الشرقيه، وكان لعيب كويس يعني، كان لعيب بيكسبني على طول، وكان جامد يعني. فبنلعب الماتش، وماتش سخن، ودايما بيخلص فاينل فريم يعني. وسط الماتش وانا بلعب، قام جت قطه طلعت جريت على الترابيزه، بوظت الماتش. والله العظيم. فالمهم يعني عدنا الفريم طبعا يعني، فريقك وهتلعب يعني فريرك نلعب شويه، قامت جايه تاني وخرجوها بره، دخلت مش عارف من حته في من الحيطه. الشباك بتاع. فبصيت بقى الكابتن دجوي. الله، بس يا كابتن دجوي بقى ساعتها كان هو لسه في الكبير نادي الزمالك الزمالك يعني، بقول له يا كابتن دجوي، قال لي معلش اصل أنا متربيه هنا، فانا عارفه كل المداخل والمخارج البيت بتاعت بيتها يعني. فكانت فتره برضه يعني، احنا شفنا حاجات يعني. لا ده دلوقتي طبعا صاله نادي الزمالك الجديده بقت، عملوا صاله حلوه جدا يعني، بس يعني شفنا الكلام ده كله يعني، كنا بنلعب على ترابيزات ما يتلعبش عليها يعني. طبعا. فتسافر بره بقى تلاقي الناس بتلعب على ترابيزات وفي والصاله نظام، هاديه ومفيش والصاله حد هاديه بيتكلم ومحدش بيتكلم. وبقى فكره الامكانيات دي بتحس بقى بفرق كبير بقى طبعا. الناس دي بتتعامل ازاي واحنا بنتعامل يعني، او يعني هم بيعاملوا اللعيبه بتاعتهم ازاي بره. بص، هو ما اعتقدش ان في اتحادات للبلياردو مدلعه اللعيبه يعني. يعني يمكن الاتحاد التركي من احسن الاتحادات، بيصرف على 7-8 لعيبه او 4 لعيبه على الاقل، اعتقد من 4 ل8، مش متاكد بالظبط من الرقم، بس مينيمم 4 لعيبه. كل حاجه مدفوعه، يلعب كل الورلد كابس، يلعب كل بطولات العالم، كل ده على نفقه الاتحاد. ده طبعا مش موجود عندنا. بس ده برضو مش حاجه بتقول ان هي يعني دي حاجه اكسبشنال يعني. لا، موجود الاتحاد الالماني كده برضو، بس مش كل الاتحادات كده يعني. احنا ممكن نبقى كده لو عملنا الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، سهل قوي نوصل للحته دي. وخلي بالك ان دلوقتي كمان هو قانون الرياضه الجديد دلوقتي بقى بيسمح الهيئات الرياضيه اللي هو زي الاتحادات وكده، ان هي تاسس شركات. هو يقدر ياسس شركه، والشركه زي مثلا النادي الاهلي عمل شركه الكوره، فقانون عمل كده ليه؟ عشان تقدر انت تجيب موارد لنفسك. ففكره ان انت تبقى معتمد على دعم بقى بيجي لك من وزاره او حاجه، خلاص يعني ما بقاش ينفع دلوقتي. عشان كده انا بقول كمان ايه، انه لازم الناس اللي تيجي دلوقتي يبقى لازم يكون عنده خلفيه استثماريه. ما انا لسه كنت اقول لك ده حاجه عايزه بيزنس مان، مش لعيب بلياردو. بالظبط. بس عايز انت حد بيزنس مان بجد. مش على فكره مش لعيب بلياردو، مش لعيب اي حاجه يعني، في كل حد فاهم في البيزنس، يعرف يجيب موارد، يعرف يأسس شركات، يعرف يجيب فلوس. لان لو انت عندك فلوس هتقدر تعمل كل حاجه، انما طول ما انت مستني لسه، وبعدين ما فيش بلد تقدر تصرف على 100 مليون واحد. لسه الاتحاد مكلميني النهارده، بيقولوا احنا البطوله العربيه اللي في السعوديه الوزاره دعمت بالتذاكر إقامة عليك. والاقامه، الاتحاد هيدعم كل لعيب بمبلغ معين. فطب يعني احنا كده ايه، فكل واحد هيدفع له مثلا مبلغ زياده عشان اخر ليلتين مثلا ولا حاجه زي كده. مش مشكله، حاضر هنروح. كويس هم بيعملوا مجهود. ما هو خلي بالك ان هو عشان يروح الوزاره ويجيب الوزاره ده مجهود، انما انا وجهه نظري ان انت ماشي في الطريق الغلط. بالظبط، مش في انت الاتجاه ده انت خالص. انت بتعمل مجهود في الطريق الغلط. انا المفروض كاتحاد ما بقاش باصص اصلا للفلوس اللي هتديني الوزاره، لان في الاخر الوزاره مهما هتديني كام في السنه يعني. الوزاره بتطلع، يعني الوزاره بتصرف علينا هقول على الفرنساوي، بطوله العالم فردي وبطوله العالم فرق، بس بطولتين في السنه. ولو في عربيه وافريقيه مثلا في اردن، في السعوديه، في بتاع، مش دايما الدعم بيبقى كامل. دول 3 مرات انا براجل بسافر حاجه
بتاعت 20 مره في السنه. حقيقه يعني. فمش مؤثر في حياتي في حاجه الموضوع الدعم ده يعني. ماشي، عشان انت حلو دلوقتي وكويس وتمام. بقيت في ليفل معين خلاص بقى، يعني بقى بيخش، يعني المفروض انت من البطولات اللي انت بتلعبها دي بيخش لك دخل تاني، فخلاص انت بتقدر ان انت تروح البطولات دي تعمل كده. انما انا بتكلم على الاغلبيه العامه، الاغلبيه بقى اللي موجودين في مصر هنا، الصغيرين والناس لسه بتبتدي، مفيش حد يصرف عليهم. انا اللي قصدي منه كمان ايه، ان انت كاتحاد الدعم ده لو عرفت تنمي مواردك مش هتبقى محتاج له، او على الاقل لو فضل موجود هتقدر انت تدعم بحاجات اكتر. صح. بدل مثلا هم في مثلا ليتس 10 بطولات في السنه اللي هم مهمين، الوزاره بتدعم 2 أو 3، وانت تكمل انت ادعم 4 تانيين، يبقى اللعيب على الاقل اللي هو مصنف في حته كويسه في الجمهوريه في ال4 5 الاوائل او ال3 الاوائل 2 الاوائل ايا كان، عنده قادر فرصه. يسافر على حسابك ويحتك مستواه هيعلى. صح. وهيجي اللي وراه عايز يخش في الحته دي، فيبقى المنافسه على المركز الثلاث اربع مراكز الاولانيه عاليه، فالمستوى كله يعلى. صح. لكن لما هو الدعم على بطوله ولا بطولتين في السنه، وبعدين انت كمان انت بتتكلم في، مش خلي بالك حافز. انت بتتكلم عن بطولات بس، انت بتتكلمش عن مدربين، ما بتتكلمش عن معسكرات، احنا ما ما عندناش بتتكلمش مدربين. ما بتتكلمش عن ان يبقى في اماكن مجهزه بشكل، يبقى في مركز بتاع، يعني احنا بنسافر مثلا، انت بتروح قطر تشوف الاتحاد القطري عامل ازاي، يعني الناس، واسال الاتحاد بوكا على الاماراتي، الاتحاد التركي. الاتحاد التركي. انا سمعت، انا شفت جديد، حته اكاديميه، شفت عاملين اكاديميه مرعبه. ما هو ده اللي انا بكلمك فيه، فانت لازم تخلق موارد عشان تقدر احنا تعمل عملنا كده. اكاديميه بس مقفول. ما هو يعني، ما هي الاكاديميه اتعملت، يعني احنا كنا بنحلم بالاكاديميه دي. طب انت كويس ان انت بقى جبت سيره الاكاديميه دي، احنا قعدنا كام سنه نحلم بموضوع الاكاديميه دي. بنسمع عنه بقالنا 15 سنه. وبعد لما اتعملت ما فيش اهتمام بيها، مع ان الاكاديميه دي كانت ممكن تدخل فلوس الاتحاد، يعني لو كانت حد ادارها بشكل كويس كان ممكن تبقى مصدر دخل للاتحاد، وانت طبعا. الاتحاد محتاج اي حاجه ولا في اي. كنت انا واحد من الناس بطلت بطولات بسبب ان انا مش عايز العب في الاكاديميه دي تاني. انا كنت بروح عشان اتمرن هناك ساعات، ما فيش حاجه لمع بيها البلي. مفيش حاجه تشرب بيها، مفيش الحمامات مش مجهزه، مفيش شرب، يعني ما كان. مفيش ولا في اكل ولا في شرب، في كافيتيريا ممكن تجيب منها بسكوت. مع ان انا عايز اقول لك انك مساحه زي دي بالحجم ده وبعدد الترابيزات دي في المنطقه دي مش سهل ان انت طبعا. تلاقيها في مصر كلها، ان انت يبقى متوفر لك الكلام ده وما تعرفش تطلع منه حاجه. دي حاجه كانت برضو عليها علامات استفهام كبيره يعني. بس في الاخر ما هو، بص هقول لك على حاجه، انا مش بلوم حد، لا مش موضوع لوم على حد، المشكله في الواحد زعلان على اللي حصل. الفكر العام نفسه. هم يعني خلي بالك انه انت قلت نقطه مهمه لما انا بسالك على فكره الدعم، قلت لي دلوقتي ما ينفعش، انه زمان كان بينفع. يعني زمان من 10 20 سنه كان الدعم قليل اصلا، كان الدعم ويصرف على حاجات كتير، وكانت الفلوس يعني كان الدولار ب6 جنيه، يعني كانت الدنيا اسهل من كده. ففي ناس لسه ما عدتش، انا بوجهه نظري في ناس لسه ما عدتش المرحله دي، في ناس لسه عايشه في الفتره القديمه، اللي هو شايف ان الموضوع بيمشي بالشكل ده، والنتيجه ان هو مش بيلاقي ان هو ما بيمشيش بالشكل ده، فيا اما يغير التفكير بتاعه، يا اما هنفضل المستوى هيقل لحد لما ممكن تصحى من النوم تلاقي ما فيش، اللعبه دي تنقرض يعني. والدعم بيجي من سبونسرز، بيجي من سوشيال ميديا، الحاجات دي كلها مش موجوده. ما انت عشان ما عندكش انت فين البرودكت اللي عندك اللي هتبيعه للسبونسر؟ ما انت لازم تعمل حاجه كويسه. ما بتصورش حتى بطولات الجمهوريه. ما هو انت ولا بتصور ولا بتسوق، انت ما عندكش برزنتيشن اصلا تروح بيها للسبونسر تقول له انت هتدي له ايه وتاخد منه ايه. حتى لما بيجيب سبونسر الراجل بيديلك فلوس مره وما بيديلكش تاني لانه ما بيستفيدش. ما في، لازم يكون في فايده يستفيد منها. هو يديك فلوس دي مش جمعيه خيريه هي. فهي فكره، فاللي انا بقول لك عليه ايه، ان الكلام اللي انت بتقول عليه ده كله سكه، واللي بيحصل سكه تانية بالظبط، اللي هو نفضل نروح لورا وزاره الشباب والرياضه ناخد منها اي حاجه. انما في الاخر النتيجه ايه؟ النتيجه ان انت ما بيبقاش معاك فلوس تصرف على اساسيات، يعني ما حدش بيطلب منك تعمل حاجه زياده، انت الاساسيات مش قادر تعملها. فالفكر ده كله لازم يتغير، لانك في الاخر هتروح في حته اوحش بكتير يعني. فيعني ان شاء الله، انا عاجبني قوي التوقيت بتاع القعده دي، عشان يا جماعه اسمعوا الكلام بقى، يعني برضو ما احنا بقى لنا 20 سنه يعني اكتر من 20 سنه بنلعب اللعبه دي انا بلعب من 2000 او 2001 وانا برضو انا 2009 اول بطوله 2000
ولعبنا كل البطولات وسافرنا في كل حته وشفنا كل حاجه، فاحنا وبعدين احنا مش عايزين حاجه يعني احنا خلاص. انا يعني انت راجل اهو شقيت طريقك وعارف بتعمل اللي انت، وانا خلاص ما بقيتش بلعب دلوقتي. فاحنا بنتكلم عن احنا عايزين المصلحه مصلحة العامه، اللعب. احنا عايزين الشباب الولاد الصغيرين اللي بيبتدوا دول يبقى ظروفهم احسن انا مننا. انا الولاد الصغيرين اللي كانوا رايحين بطولة العالم السنة اللي فاتت، خدتهم ورحت انا اسكندرية على حسابي، قعدت معاهم بجد 3 ايام، عملت لهم زي معسكر، فعلا. وجولي قبل ما يسافروا البطولة بيومين 3، قعدت معاهم تاني يومين حلوه دي في لما الأكاديمية. يعني لأن أهاليهم لعيبة معانا، فيعني حاول تساعدهم حلو. فوقفت أنا عايز اللعبة أهم حاجة بالنسبة لي اللعبة تطلع، أيوة، مش طبعا إن أنا انا برضو من الحاجات يعني يعني حتى عندنا في النادي، احنا في نادي الصيد احنا اكتر نادي بيطلع ناشئين. طبعا. يعني احنا بنهتم جدا بفكره الناشئين. كل بطولات الناشئين بتلاقي فيها عندنا عدد كبير، لما بيجي اي حد جديد بنجيبه وندخله ونمرنه. عشان وعندكم احنا عايزين مدربين وعندكم بنحاول مهتمين. على قد ما نقدر، بس احنا عايزين يعني انت في الاخر لما خلاص يعني بتكبر خلاص بتبقى عايز اللعبه تستمر. يعني مش عايز اللعبه لعبه انت بتحبها وضيعت عمر كتير فيها وشايف ان هي كمان لعبه حلوه ومفيده، فان هي بسبب سوء اداره تلاقيها رايحه في الحته اللي هي رايحه فيها، دي حاجه بتزعلنا يعني، ما مش حاجه. لا، والتغيير المطلوب ما هواش تغيير رهيب، هو بس اتجاه مختلف شوية، وهتوصلك لحتة تخلي تاخد اللعبة دي في حتة تانية بص اقول خالص. لك على حاجه، اسوأ الاحتمالات يعني لو افشل حد مشي في السكه اللي احنا بنقول عليها دي، هيدخل دخل اكتر من اللي هو بيدخله دلوقتي. بكتير. يعني لو جبت سبونسر واحد بس، في اتحادات وجبت عندها الأندية، دخلت الأندية ودخلت معاك. الانديه وزودت عدد يعني الورست كيس سيناريو هتبقى بتعمل 10 اضعاف اللي انت بتعمله دلوقتي. ورست كيس سيناريو هتبقى مش مزنوق للدعم بتاع الوزارة بالظبط بس. بالظبط. ف... فيعني بقول لك انا مبسوط القعده دي في الوقت ده، لانه الانتخابات جايه ايه، بنغششهم. فمحدش ليه حجه بقى يعني. بنغششهم اهو. نتمنى ان الكلام ده، وانا متاكد ان 90% من الناس اللي بتلعب لو جم قعدوا معانا هتلاقيهم بيقولوا بيقولوا نفس نفس الكلام ده. احنا الكلام. بنقابل الناس كلها وبنتكلم معاهم وكله بيتكلم في نفس المواضيع يعني. فنتمنى ان شاء الله الدوره اللي جايه دي يبقى الوضع فيها احسن شويه. ان شاء الله. وخليني بقى ايه، احنا في الختام كده هسألك شوية أسئلة سريعة، نخرج بقى بره ماشي. بره الكلام الجد ده. وهسألك بقى شوية أسئلة سريعة كده، انت ايه قول لي رد عليها بسرعة يعني قبل ما نختم. عايز أسألك سؤال في اللعبة دي، مين كان مثلك الأعلى وانت بتلعب اللعبة دي وانت طالع؟ سانشيز. سانشيز. ما هو من زمان يعني. هو وبلومدال، بس كان الاول طول عمره سانشيز. بلومدال بقى مثل اعلى لما عرفته بقى صاحبي تمام. اكتر. انا طبعا من الاول معجب بيه كلاعب يعني، بيك فان طول عمري. طبعا. بس لما بقى صاحبي قوي يعني بقينا نعرف بعض، لا يعني قدرته بقيت أكتر. بشوف من قريب هو بيعمل ايه، مم. فلا احترمته قوي اكتر يعني. طيب مين أحسن مدرب اتمرنت معاه؟ سانشيز. ما هو انا ما عنديش غير 2 مدربين طيب أصعب خصم لعبت ضده؟ ماركو زانيتي يا زانيتي. بتاع ايطاليا. زانيتي برضو صعب. لعيب اللعب جامد ضده قوي. صعب قوي، مش عشان حاجه. اسمه ما جاش برضو، بس يعني من اللعيبه هو انت كسبته. اتعادلت معاه اخر مره. اوكي. صعب اللي انا العب معاه، بيتحرك كتير وانت بتلعب، وما اعرفش، هو ما اعتقدش ان هو قاصد، بس هو ما بيعرفش يقعد على بعضه، فهو دايما بيتعدل بيعمل حاجه، فانا هو طبعا ضخم شويه، فهو واخد حيز من نظرك، فهو دايما ايه وانا موطي هيتحرك ولا مش هيتحرك. ايوه فاهم؟ في جزء من تفكيرك رايح معاه، فاللعب عمره ما بيبقى هو حلو الاجابه دي. طيب اصعب ماتش لعبته في حياتك؟ ما فيش ماتش معين. مفيش ماتش معين فاكره اللي هو ده كان؟ لا يعني ممكن اقول مثلا ماتش ايدي ليبنز في بطولة العالم 2015، كنت مغلوب 24-4 حاجة زي كده، بنلعب 40 وكسبت. عملت استيكة 19، كانت ساعتها اطول ايوه استيكة. ايوه شفت عارفها. اطول استيكة في تاريخ بطولة العالم، فكان ماتش صعب جاي كامباك. عارف الماتش ده حلو. طبعا. احنا الاستيكه دي كانت مكسره الدنيا. صح. حلوه دي. طيب ايه الحاجه اللي نفسك تحققها ولسه ما حققتهاش؟ هيكسب بطولة العالم. طيب ان شاء الله القعده الجايه نقعد فيها ان شاء الله. بطولة العالم الاسبوع الجاي يعني بص يعني لو وشك حصلت حلو عليا. لو هقول لك على حاجه،
بس يعني ان شاء الله ربنا ان يوفقك. شاء الله. بس يعني انا في ناس كتيره بتقول لي ان انت يعني كذا حد لما نبقى مسافرين بيقعد معايا في الاوضه بياخد البطوله، ان شاء الله. فان شاء الله لا يبقى تعالى وش، معايا بقى. ان شاء الله يبقى وش حلو. هتدفع لي؟ تعالى. نكلم الاتحاد. فلا تمام. طيب لو كنتش تلعب بلياردو كنت تلعب ايه؟ بص هو انا كل لعبت حاجه اصلا اي حاجه؟ كل حاجه لعبتها كنت كويس فيها، يعني عمري ما وصلت طبعا لليفل البلياردو. بس ايه اتحطيت الالعاب اللي اقول لي كده لعبت ايه؟ لعبت كوره في ثانوي. اه كنا بس ما دخلش الفريق، بس كان في التمرينه بتاعتنا مم. بتاعت تحت 16 ولا تحت 17 حاجه زي كده. ده في كان نادي ايه ده؟ شمس. اوكي. كل تمرينه ببقى في اتنين مدرب بيختار احسن اتنين، كنت ببقى دايما واحد منهم. بلعب بادل مع اصحابي في السن ده انا بلعب احسن واحد فيهم تقريبا، معظم الناس يعني مش احسن واحد بس في بلعب ناس بتبقى كويس. موهوبه في الرياضه عموما. انا اي حاجه فيها سينك بين حركة. العين والايد والكلام ده بعرف. دارتس مع الشباب بتوعنا بلعب كويس. انا بقالي فتره مبطل ما بلعبش كويس، بس يعني وقت ما كنت بلعب وصلت في بطوله الجمهوريه دور 8، في البطولات اللي هي الوديه وصلت فاينل. ما هو نفس اللعيبه، وصلت فاينل وصلت سيمي فاينل كذا مره. فاي حاجه فيها التوافق العضلي العصبي ده كنت بلعبها كويس. طيب بص انا خلصت الاسئله، بس انا في سؤال كده جه في بالي عايز اساله لك قبل ما تمشي. الجزء المنتل في اللعبه بتشتغل عليه ازاي؟ منتل يعني اللعبه فيها منتل سايد منتل. هل هحكي لك حاجه مالهاش علاقه بالموضوع ده. لينا واحد مع بطل جمهوريه من الاساتذه يعني في اللعبه، ايهاب المسيري. كان بيحكي لي عنده واحد قريبه في امريكا مدير مستشفى ومش عارف ايه، فبيقول له جيت اتفرج عليه في بطوله في المانيا، جاله مخصوص اتفرج عليه. فقال له اللعبه دي عامله زي مصارعه التيران، انت عايز تقعد في اوضه ضلمه 15 دقيقه دماغك تفضى خالص، لان انت ما فيش اي احتكاك بينك وبين المنافس. انت عايز تطلع مش شايف حاجه غير الترابيزه، دماغك تفضى تخش تلعب بلياردو. قال له ده هيبقى احسن ستيت اوف مايند. وده اللي اكده لي بعد كده. مره كنت بروح بقول لك مع السبونسر كان بيعمل لنا زي معسكرات وحاجات كده فكان جاب لنا برضه منتل كوتش كده بتاع، وخلانا نعمل تمارين نفس. في اخر التمرينه قعد يقول لك بريد ان بريد اوت برتم معين، اعمل حاجه بايدك اعمل حاجه برجلك. وصلنا ان احنا كلنا شبه نمنا. قال انتوا لو عرفتوا توصلوا للليفل ده وانت في الماتش هتلعب احسن لعبه. قلت له انا كنت نايم، انا كنت قربت انعس يعني. قال لك هو ده فكره ان انت تنعس، ده معنى كده ان دماغك مش شغاله. انت تلعب احسن وانت طبعا على الاوتو مش على صح. هي انت بتحارب افكارك بالظبط. فلو ما فيش الافكار وبتلعب بس وبعدين اللعبه هي النقطه انت قلتها، يعني هي فكره ان هي ما فيش احتكاك بالخصم، دي مش حاجه حلوه. الناس فاكره ان دي حاجه حلوه، دي حاجه صعبه جدا. انت بتلعب لان انت لو في احتكاك بالخصم انت ممكن تخش عليه تاخد الكرة منه مثلا تضربه، يعني تعمل هو في دوره هيعمل له انت قاعد على الكرسي. فكره ان انت قاعد على الكرسي ما تقدرش تعمل اي حاجه، وهو عمال ومحتاج ان انت تطفي وتشتغل وتطفي وتشتغل. منتلي صعبه جدا. غير الكوره انت طول الوقت بتجري بتعمل حاجه، يعني في حاجه تقدر تعملها دلوقتي. الكوره انت كمان عشان الحركه فيها سريعه ورياكشناتك سريعه، فساعات ما بتلحقش اصلا تفكر، مفيش وقت التفكير، ما بتلحقش تفكر، يعني فبتتصرف. الحاجه اللي فيها شويه اعصاب بينالتي مثلا، لان انت واقف بالظبط وبتفكر بقى هتعمل ايه، انت بقى كده ولا هروح كده. انت كانك بتلعب بينالتي كل ده كل ده. فهي صعبه. وبعدين كمان عينيك بتشوف الجمهور، فدي برضو من الحاجات اللي بتصعب. دي حاجه لازم تعرف تفصل عنها لانها ولما بتلعب على التي في تيبل والحاجه والكاميرا بتتحرك طبعا وانت بتنشن، فلازم ما تشوفهاش. طبعا اول كام ماتش في التي في تيبل طبعا الموضوع بيوتر وبتشوفه بس بعدين مع الوقت بتتعود عليه شويه. بس هي عموما يعني هي لعبه صعبه جدا منتلي يعني. ولو عايزين نتكلم بقى عن الحاجات دي ممكن دي محتاجه حلقه كامله عشان تقعد تتكلم بقى عن طبعا المواقف والحاجات دي. بس لاننا ما اتكلمناش عن الموضوع خالص طول الحلقه، وركزنا اكتر في الحاجات اللي هي الاداريه والمشوار بتاعك وكده، فقلت برضو ايه فكره ازاي تخش تبقى عارف كل واحد فينا وانت بتلعب. بس هل انت يعني قصدي هل انت اتمرنت مع منتال كوتشز؟ لا مش كده، هم الحاجتين دول زي ما بقول لك كده. بس انا الفكره كلها ان انت تعرف شكل الزون بتاعك فين، عارف تحس انت ايه، عارف اقول لك انا رايح النهارده شايف شايف النهارده المود التركيز فتعرف الزون ده وتعرف ازاي تجيبه، تعرف ازاي توصل له. حلو جدا.
دي بتبقى محتاجه شغل دي مع صعبة، نفسك دي بقى. صعبة أوي. وطبعا في ناس تعرف توصلك لده، دي صعبه قوي. انا محتاجه برضو يعني. أنا لغايه دلوقتي انا بعرف اعملها بس مش بالافشنسي الكافيه. فلو في طبعا منتور كوتش يعرف يعمل الموضوع ده في مصر مش موجود قوي، بس يعني صعبه. صعب. بس برضو مهمه يعني. أكيد. بص انا يعني المعرفه في الموضوع بالنسبه لي هي يعني فكره ان انت تقعد تتكلم مع حد فاهم ممكن يشاور لك على حاجتين. مش لازم يبقى حد متابعك بقى وبيقول لا يعني. لا لا. بس في ناس القعده والكلام معاهم في الموضوع ده بيفتح عينك على شويه حاجات ممكن تفرق جامد جدا. بس انت ما شاء الله عليك يعني. انت يعني اكيد حاول. انك توصل للي انت فيه ده محتاج حد اعصابه حديد يعني، مش زينا احنا. لا لا تقولش كده. لا ده انا شفت لك ماتشات بفك كتير. فككان لا مش عايز اقول لك يعني. بس يعني انا مبسوط جدا والله بالقعده صدقني اللذيذه وانا كمان. دي. ويعني كل الكلام اللي اتقال كلام مهم. واتمنى ان شاء الله انت مسافر ان شاء الله ان ربنا شاء الله يوفقك في بطوله العالم اللي جايه دي وتطلع الاول يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. وتيجي بقى بعديها ونقعد مع بعض تاني لازم. ونتكلم بقى عن الاحداث بتاعه البطوله دي. واتمنى الناس اللي سمعت الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده يعني لو شايفين ان هو كلام مفيد يعني يغشوا مننا. انا انا هم ماليش ده يعني. راجل اهو لو في حد فيكم يعرف يكسبه ما يسمعش كلام. يعني دي اخر كلمه انا هقولها لا يعني. بس مش معنى ان انا لعيب بلياردو كويس ان انا فاهم في بس يعني الاداره بس يعني. يعني لا بالعكس انا ما مش بشوفش فكره ده. فاهم في الاداره بس يعني على الاقل انا بقول نسمع رايي. صوتك هل ونسمع رايك. رايي ده هو صح ولا الغلط؟ ممكن يبقى غلط عادي جدا. بس على الاقل يعني الناس رايك يستاهل الناس تسمعه. الناس اللي في المناصب اللي قرروا ان هم ينزلوا ويحطوا نفسهم ان هم يبقوا يديروا حاجه، هم لازم يكون عندهم الحلول. احنا ممكن ندي صح راي. صح انا ممكن ادي رايي، انت تدي رايك بتاع، لكن في الاول وفي الاخر هو قرار المجالس ايا كان اي اتحاد. هو قرارهم. صح هعمل كذا مش هعمل كذا، هودي دي يمين هوديها شمال، ده قرارهم هم اللي هيتحاسبوا عليه. بس مليون في المية. بس فاننا ندي النقطة اللي أنا بقول نصايح او فيها ندي بتاع. نسمع كلام الناس اللي سافرت وشافت وعارفة الفرق ما بين ده وبده ونقدر رأيهم وفي الآخر ناخد القرار اللي انت طبعا. عايزه. بس ما تفضلش ماشي لوحدك في اتجاه وسايب الناس كلها ماشية كل الناس بتقول لك من هنا وانت عايز تمشي من هنا يعني عموما يعني بص بشكرك نتمنى تاني. نشوف تغيير بسيط يعني في الاتجاه بتاع الاتحاد، بغض النظر مين ينجح في اي اتحاد، بس نشوف اتجاه مفيد للعيبه اكتر، مفيد للعبه. يعني انا واحد من الناس بحب اللعبه، انت اكيد برضو واحد من الناس اللي بيحبوا اللعبه جدا. أكيد طبعا. ف وهتبقى مبسوط لما تشوف اللعبه دي وهساعد يعني. عارف لو انت بتكبر. لو في اي حد طلب مننا اي مساعده يعني انت بتقول من نفسك ان انت خدت الولاد يعني كل واحد بيعمل اللي هو يقدر عليه. بس انت لما تلاقي الناس ماشيه في طريق بعيد خالص خلاص بقى انا هساعدك في ايه؟ ما انت انا مهما ساعدتك مش هعرف اعمل لك حاجه لان انت اصلا ماشي في اتجاه الغلط يعني. فبنتمنى ان الناس تسمعنا ونتمنى تغيير يحصل مش في البلياردو بس في كل كل الالعاب. الالعاب. لا لا ونتمنى دي ان حاجه مش احنا خاصه بس ناخد فرص بالبلياردو. اكتر لانه عندنا مواهب كتير جدا وبنحقق حاجات كتير جدا بامكانيات قليله. فيعني لو هتوفرت لنا بس شويه امكانيات هتشوفوا يعني انا حاجات وجهه تانية خالص. نظري ان 80 او 90 او ما كانش 95 حتى في المية من النتائج اللي بتحصل في كل الالعاب هي مجهودات مجهودات فرديه فرديه. طبعا مليون في مش المية في كل الالعاب. مش يعني الاتحادات ليها جزء بس يعني لا يتعدى 15 20%. طبعا ما هو ده غلط بقى. طبعا ده غلط. عشان كده انت لو ما عندكش سيستم مظبوط في ناس هتنجح زيك مثلا قدرت زي ما قلنا ان انت جات لك فرص استغلتها. بس في حد ممكن يكون كان موهوب زيك بس ما جاتلوش نفس واحسن الفرص مني ممكن وممكن يبقى احسن منك بكتير يعني بس ما هو لهاش فين علاقه. دلوقتي؟ لان هو ما لقاش ما جاتلوش الفرصه. المناخ او الناس اللي تاخده وتديله الفرص وتديله الامكانيات اللي هو يحتاجها عشان يوصل. فهو ده اللي احنا بنقعد نتكلم فيه كل مره ان هو خلاص يا جماعه احنا محتاجين نهتم اكتر. محتاجين نعرف ان مصر مليانه مواهب وكل اللي مطلوب منك احنا مش طالبين منك انك تعمل حاجه مستحيله يعني. انه مش هنعيد اختراع العجله. لا نشتغل زي ما الناس بتشتغل بس. فانا شايف ان دي يعني حاجه حلوه قوي نختم بيها القعده اللذيذه دي. وبشكرك تاني ان انت ميرسي. لا ميرسي ليك جيت يعني. انت عارف انت عزيز انت جدا على قلبي
وان شاء الله ان شاء الله تحقق اكتر من كده بكتير كمان، ونفضل نتفرج عليك بقى عشان وتعمل اجي لك الحاجات تاني الجامده دي. يا ريت يعني، تشرف في اي وقت ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر. سلام.